احنا كده طبعا خلصنا زي الفل. دي نقطه مهمه جدا. اتفضل. طيب انا مع محمد حسام دي. انا بدايتي مع الديزاين كان 2010 حاجه كده، كنت صغير جدا بس كنت بحب الكمبيوتر كفكره. ما كانش عندي السوشيال لايف. انا شخصيا لحد دلوقتي بمل جدا من اتفرج على فيلم، بمل جدا لو عمري ما بتفرجش على كوره، ما عنديش سوشيال لايف. طيب فقابلت واحد جارنا كان عبقري، هو برضه في الكمبيوتر وبتاع. فانا كان الوهم بتاعي انا عايز احط صورتي اسف وشي على جسم جون سينا وري ميستيريو والكلام ده. فقال لي بص اهي تيو 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 وخلصها من غير البين تول. وكان يعني الوضع كان حزين ساعتها، يعني هو اصلا ما كانش شاطر، يعني هو كان فاهم الكونسبت بتاعه ان ده فوتوشوب وده كات وبيست، فجابها بالماجيك لايت تك وعملها وكان وشي نص طاير في الهواء بتاعه وقال لي اهي. فواو ايه ده اختراع. فبس جبت فوتوشوب، فضلت بتاع فتره طويله مش عارف ايه ده اصلا، وما كانش فيه ريسورسز بره الكوميونتي بتاع الديزاين في مصر اللي هم كانوا بتاع 700 واحد مثلا في مصر كلها. الموضوع كان بيتم استخدامه بس على السكوب الضيق، يا اما انت ايجنسي كبيره وعارفه تشتغل ببرامج زي الفوتوشوب والإليستريتور وكده، وما كانش حتى الموضوع يعني واخد الاهميه دي، يا اما على حتى الإليستريتور ما كانش مشهور قوي، كان الناس لسه ما كانش في موكب. انا حضرت الموكب ده، طلع على يعني وانا كبير كده، طلع قال له ده الموكب. ايه الموكب ده؟ قال لك بدل ما هم زمان لو شفت اللوجو اركايف البيج او الاكونت عموما هتلاقيه بيقول لك الديزاين زمان كان بيجي مثلا يعمل لوجو، يعمل امبلمنتيشن للوجو، يعمل ايه؟ يقوم هو مثلا عايز يوريك اللوجو ده على عربيه، شركه بيبسي مثلا عايزه عامله ريبراندنج وبتوريك اللوجو ده على العربيه. زمان كان بيرسم العربيه شبه الاوتوكاد كده اوتلاينز، عارف الرسم الهندسي كده، ويقوم رسمه ويقوم طابع اللوجو الجديد على الورقه وحطيتها ويوريها كلاينت. ده الموكب زمان. بس الموكب ده اللي شفته قدامي اول ما كان الفوتوشوب لحد تقريبا سيس 4 ما كانش فيه اصلا سمارت اوبجكت. انت بتتكلم في ايه برضو؟ بليندنج واعمل الموضوع. فلا الموضوع بقى اسهل، وما كانش زي ما بقول لك كده، ما كانش فيه ريسورسز ولا في اي مكان انت تتعلم. كان فيه يا رب موقعين، وانا كنت عايز اتعلم ازاي تعمل. فاكر زمان قوي موضوع التوقيع بتاع المنتدى، انا تكتب كومنت ففي توقيع ورا تحت كده، واللي جامد قوي بقى نعمله جيف او بيتحرك وتلاقي مطر بيمطر كلام من. فكان في موقعين، ثوره الفوتوشوب وقلعه الفوتوشوب ولا اكاديميه الفوتوشوب، حاجه كده جدا هم قدام جدا. عارف انت كان حاجات يعني. بس هقول لك ايه دي حطيتك على اول وانا دخلت اصلا عشان كنت عايز اعمل منتدى. ليه؟ كان في ويب سايت كده مش عارف اذا كان موجود دلوقتي اسمه احلى منتدى، بيخليك تعمل فورم جوه الفورم. يعني هو احلى منتدى ده فورم كبير بيخليك تعمل منتدى جوه. كان قبل الفيسبوك بقى والكلام ده. فتعمل مثلا ده سيكشن منوعات، وده سيكشن الاغاني، وده سيكشن الاسلاميات، وده سيكشن عارف انت ده حياه كامله. فانا كنت عايز اعمل واجهه للمنتدى بتاعي. فبدات انا في الفوتوشوب، فاكتشفت ان هو انا اكتشفت بعدين قوي بقى ان انت فعلا ممكن تبيع اللي انت بتعمله ده. واو، يعني انا بتعمل معايا ان انا رسام، بس رسام ديجيتال. 2014 كان عندي بيهانس، بس ما كانش اول بيهانس حتى، يعني كان قبل. انا كنت صغير قوي، بس انت لما تيجي تبص 2014 دي انت خلاص داخل في 10 سنين عندك اكونت بيهانس، يعني انت كان عندك بروجكتس تشتغل وبتاع. وانا حاليا بشتغل ارت دايركتور وكو فاوندر في ايجنسي اسمها علامات، هي شراكه مصريه سعوديه. وزي ما بقول لك كده الموضوع بيسكلي ماشي على الديليجيشن. انا ما بقيتش اشتغل بايدي بالكم الاكبر، حتى لو بحط الاوت لاينز كده احنا محتاجين مثلا نعمل كذا كذا كذا، بس الريسيرش انا في الغالب انا بعمله بنفسي، البرزنتيشن مع الكلاينت انا بعمله بنفسي. ولكن الباقي كله يعني انا ما بحبش برضو اكون في ناس بتبص للموضوع ايه. انا لو البادجت 100 جنيه حلو، فانا لو لسه البارتنرشيب طبعا البارتنر بياخد جزء وانت بتاخد جزء، فحلو خلاص. طيب حلو قوي، يعني هو انا هاخد مثلا
70 جنيه 80 جنيه، البارتنر هياخد 20 جنيه، فكده حلوه 80. اوكي بس انت كده لو هتشتغل كل حاجه بنفسك، اولا مجهودك هيضيع منه كتير قوي. ف قدامك حل من اتنين، ان انت تبدا تشاير الفلوس بتاعتك دي كاكسكيوشن عشان يطلع احسن، وبالتالي تشتغل بادجت اكبر وانت البروجكت انت راضي عنه. حتى لما تيجي تبص ورا بورتفوليو، لا انت البورتفوليو بتاعك حاجه كويسه تمشي بيه، وفي نفس الوقت البادجت بتاعتك كل مره عماله تعلى وليفل اب. فهي مايند سيت يعني، ما تقدرش تقول ان دي الصح ودي الغلط. ممكن انا اغيرها بعد فتره يقول لك لا تمام. ف بس يعني ده كان انتروداكشن عني. الستوري بتاعتي بدات من حته ايه، انا بقالي فتره طويله شغال بايدي، شغال فور فن يعني، مش شغال كوميرشال ومش ناوي ابيع اللي انا بعمله. بس في جزئيات بقى لما انت جيت تشتغل عند الجد، اللي هو يلا فين الكونتراكت، فين البروبوزل، طب الانفويس، طب انت مسجل ولا مش مسجل، انت بتشتغل بطريقه، الورك فلو بتاعك شكله عامل ازاي، كل الكلام ده. طيب انت كنت محتاج تعرفه، ومفيش حد في مصر بيقول لك ده. يعني الناس كلها اللي بتعلم برضه بتعلمك تكنيكال، ان انت تشتغل ازاي، تطلع لوجو ازاي، ولكن محدش بيتكلم معاك في الجزئيه اللي قبلها، ازاي تفكر از براند ايدنتيتي ديزاينر، وازاي تقدر تشتغل از فريلانسر. خلي بالك الجزئيتين دول على قد ما هم كبار على قد ما هم بسيطين، ان فعليا محدش بيتكلم فيه. هو فعلا كل اللي بيتكلم تكنيكال. يعني انا لسه كنت بتكلم مع صاحبي شويه، انا كنت بقول له انا جيت هنا كنت بدي كورس الاسبوع اللي قبل رمضان باسبوع، فقلت له انا بدات اخش 3 دي. انا كان عندي باك جراوند في 3 دي في 2020 بعد ما خلصت جيش. حسب الظروف اللي اشتغلت اي شغلانه فكان فيها جزء 3 دي. فجيت دلوقتي قلت ايه، خلينا نركز على تاني 3 دي. فلما جيت فكرت قلت طب انا مش اصلا مش ده البلان بتاعي ولا الباس بتاعي، ليه اصلا عايز ادخل نفسي في حته ثانيه. قلت له انا دلوقتي وقفت 3 دي، بقيت مركز في حاجه معينه فانا مكمل فيها. فده نقطه زي ما حضرتك كنت بتتكلم فيها، جزئيه المايند سيت دي. وبعدين المشكله كمان انه حتى لو انت سالت ما حدش كان بيفيدك، لان الناس كلها داخله انها احنا دخلنا كده. الجزئيه بتاعت التفكير وبتاعت الكونتراكشن والدوكيومنتيشن والكلام ده فين يا جماعه؟ ف اول بوست نزلته للكوميونتي في مصر كان ريفيو ارتكل بسيط جدا لهويه اسمها نعناع بتاعت عاملها ملك، وده خدمه توصيل في السعوديه. فاحنا بدل ما نتكلم مع الناس ان الاخضر حلو، لا عاجبني، لا مش عاجبني اصلا مش عارف ايه، فقلنا لا طيب احنا دلوقتي عايزين نفهم ليه الحاجه دي طلعت بالشكل ده. فقلنا هم اختاروا مثلا الدايركشن ده لان هم غيروا في السيجمنتيشن اللي هم مستهدفين والبرسونا اللي هم عايزين يتعاملوا معاها، والكلام ده جاب مع الناس. فاحنا ادركنا ان دي حته الناس تحب تتكلم فيها. الناس دي يعني الناس تحب تسمع هنا، ما تحبش تسمع ان اللوجو اتعمل ازاي او تعالى اعلمك في 3 دقائق تريكات يعني انت دخلت اليوتيوب مثلا دايما حتى انا بقول للناس بقول اللوجو فكره، بس ممكن الفكره دي لك في 5 دقائق بس ما وراء الفكره بياخد اسابيع. ايوه بالظبط. يعني حتى يعني جت الفكره مثلا انا في الحمام وطلعت نفذت اللوجو كفكره، بس هو طلعته كورك يعني هو بس فيجوال. اللي بعد كده بياخد وقت كبير. وبعدين انت في الاول وفي الاخر مش بتبيع الاكسكيوشن. يعني انت لو بتبيع الاكسكيوشن لا يا معلم، مش بتبيع التنفيذ، مش بتبيع اللي اتعمل، لانه اي حد يقدر يعمله باكسكيوشن مختلف، وكل واحد عنده وجهه نظر. في لو يعني مثلا قلت لك ارسم لي جمل وقلت اللي جنبك يرسم جمل وانا ارسم جمل، وكل واحد في الغالب هيطلعه بدايركشن مختلف وطريقه مختلفه. ده مظبوط. حتى لو البريفنج صح، وحتى لو كلنا ماشيين على نفس الدايركشن، بس الرتوش والمعالجات كل واحد طريقته مختلفه. فانت بيسكلي مش بتبيع الاكسكيوشن، انت بتبيع الكونسبت اللي انت ليه اخترت الجمل ده عشان يكون مثلا الماسكوت بتاع الايدنتيتي وبيزد اون ستوري. فايه الستوري اللي انت تبدا تبنيها؟ انا من وجهه نظري الجرافيك ديزاين او تحديدا براند ايدنتيتي ديزاين ما بقاش مبني على الفيجوالز اصلا، بس هو مبني على الجزئيه الاكبر واللي ما حدش بيتكلم فيها تقريبا هي جزئيه الاستراتيجي. مش الاستراتيجي بمعناها الكامل، ودي برضو حابب اقولها. يعني كان في 2 هم اللي قالوا لي على المصطلح ده، وبعدين قلت لا طب ما الريفامبينج ده احسن، المعالجه دي بتاعت المصطلح احسن. كان عمر سراي وهديل سيد احمد هم بيتكلموا بيسكلي، قالوا ان في فرق ما بين البراند استراتيجي وما بين الاستراتيجيك بيست ديزاينر. يعني ايه؟ يعني انت مش شغلتك كبراند استراتيجيست، لكن انت شغال بتاخد من الاستراتيجي الاليمنتس اللي ممكن تفيدك بعدين ان انت تترجمها في شكل فيجوال فتبدا تبيع ده بالظبط. فهي دي الجزئيه بقى اللي يعني يعتبر هي الافضل
والباث واي الافضل والورك فلو كمان، الطريقه اللي انت بتشتغل بيها از ورك فلو. يعني الناس الطبيعيه او معظم الناس لحد دلوقتي بتمشي بالورك فلو بتاع انا هقعد مع الكلاينت، هعمل البروبوزل، هيوافق على البروبوزل، هعمل بريف. ولو ان انا وجهه نظري ان البريفنج حتى كمان بيتعمل الاول. فبيعملوا البريف وبعد كده يبدا يلا نعمل الكونسبت بتاعنا والبرزنتيشن ونعرض ونشوف هنعمل انهي اكسكيوشن ونخلص ونسلم الديليفربلز. ولكن هي المفروض ما تمشيش كده. بيسكلي انت بتقعد مع الكلاينت، هو انا ما بحبش طريقه الكويستشنير بقى، اللي هو انت عندك سؤال اسم الشركه، عدد الموظفين، مش عارف بداتوا من سنه كام. الطريقه دي في الغالب لو انت سبت الكلاينت هو اللي يتعامل فيها بشكل اساسي هيغرق وهيبوظ الدنيا. في الغالب هيديك معلومات غلط. ليه؟ لانه هو مش يعني برضه دي ليها اسباب. انت في العموم في الفيلد ما تقدرش تقول على حاجه ابسولوت، ما تقدرش تقول انا متاكد ان دي الحل الوحيد او السبب الوحيد. ودي يعني مبدا الانسرتينتي، يعني اللي هو مبدا عدم التاكد. انت ما فيش حاجه تقدر تقولها ابسولوت بتاع هايزنبرج في الفيزيكس. فبناء عليه في الغالب الكلاينت يا اما مش عارف اهميه اللي انت بتعمله وعارف انت هتستخدم ده في ايه. هو انت هيهمك كراجل بتاع لوجو، هيهمك في ايه ان انت تعرف انا ببيع ايه او انا هشتغل فين، يهمك حجم الشركه في ايه. هو فاكر ان دي حاجات بالنسبه لي بتسمع لك الحاجات دي. أيوة. ان الحاجات دي بتطلع هي بالظبط. انت بتحاول طول الوقت ان انت تعمل فيجواليزيشن، انت الكلام مكتوب، فانا عايز اروح الخص الكتابه دي في ستوري، والستوري دي تتفيجوال. يعني الفرق ما بين الفن وما بين الديزاين، هما الاثنين بيستخدموا الفيجوال كوميونيكيشن كوسيله للتصوير. حلو. بس بيسكلي الفن بيحكي احساس، بيوصل مفهومك انت الشخصي، وجهه نظرك انت. ولكن الديزاين لا، الديزاين بيحل مشكله. لو وانس ان احنا عرفنا ده هنبدا نبص للموضوع بمايند سيت مختلف اصلا. وانس ان انت خلاص انت بتتعامل مع الموضوع ان انت بتحل مشكله. مثلا انا المبيعات بتاعتي مش كويسه، الناس حاسه ان المنتج بتاعي رخيص ولكن انا مسعر بطريقه غاليه. فازاي الناس تقدر تشتري المنتج ده باريحيه؟ هو اصلا الهدف ده الهدف من البراندنج بشكل اساسي. يعني الكور بتاع البراندنج ان انت عاوز تبيع منتجات اكتر باسعار اغلى لنفس الناس. فمع المنافسه الشديده اللي بقت حاصله وتقريبا كلنا عندنا نفس التولز، فما بقتش محتاج تشتغل فيجوالي قوي، واللوجو حتى ما بقاش ليه الاهتمام الاكبر. يعني عندك مثلا حاجه اسمها الدايناميك ايدنتيتيز او الدايناميك لوجوز. بمعنى ايه؟ مش محتاج استخدم اللوجو كل مره زي ما هو. انت عندك اير بي ام بي بتستعمل اللوجو، مش اللوجو نفسه، ولكن بتستعمل الستراكشر بتاع اللوجو ككي فيجوال وتبدا ترسم بيه كل تكوين. ممكن نعمل اتاتشمنت ده لللينك ده في الديسكربشن لو احنا حابين يعني نستخدمه كمثال. اكيد طبعا. وقيس على كده كل حاجه. بس يعني توجهني بالاسئله عشان احنا عمالين نخش. انا كنت لسه اقول لك ان احنا رحنا بعيد، بس ايه انا سايبك عشان انا عارف لما انت بتيجي تتكلم وبتندمج ما بتطلع كلام جواك ما كنتش انت عارف سابق تقول. لا انا بص اقول لك على حاجه. دي مشكلتي انه احنا مثلا بنبقى حاطين في باليت بوينتس احنا مقيدين بيه، فعشان ما نسرحش بعد عنها بعيد قوي. يعني ممكن كنا دلوقتي ممكن نعمل ريفيو ارتكل الكتاب بتاع هاو تو ديزاين اللوجو بتاع دي سي ده، فاهمني؟ فاحنا جايين في حاجه، انا عارف انا في حاجه ثانيه. انا لسه كنت الاسبوع اللي فات كنت بدي سيشن في اسماعيليه وقعدت لي محضر برزنتيشن وهروح اقول ايه وسلايدات. رحت هناك كانت البرزنتيشن وطلبت البرزنتيشن يعني البرزنتيشن بقت ايه اللي هو انا قاعدها قدامي، فاللي هو ايه بحاول اركب اللي انا بقوله على البرزنتيشن مش اللي مرتبه خالص. طيب انت هنتكلم، انت قلت براند استراتيجي والبراند ديزاين، هو ايه الفرق بين الاثنين؟ طيب هو خلينا نفهم الاول يعني ايه براندنج، يعني ايه براند استراتيجي. طيب البراندنج هو ان انا ببني برسبشن، انا عايز ابني انطباع معين من عندك انت ككاستمر او اند يوزر ناحيه العلامه دي. يعني انت المفروض لما تشوف البراند دي المفروض تحس بايه. طيب فده البراندنج. البراند ده هو الاحساس اللي انت بتبنيه. ودايما بيقولوا ان البراندنج it's not what you say about yourself, it's what others say about you. يعني مش انت بتقول لي ان انا منتج كويس واعلى كواليتي ومعانا هتحس ان انت يعني بنقدم لك ستاتس كو اللي هو انت في حته مختلفه عن الباقيين او دي حته تميز زي الابل ووتش كده. هو ما بيقولكش دايركتلي ان انت وانس ان انت لابس الابل ووتش هتبقى حاسس ان انت تبع ترايب معينه، ان انت
في مكان لوحدك، ولكن هو بيبيع لك السيمبل، مش بيبيع لك الديفايس نفسه. فده البراند. طيب البراند استراتيجي هو طريقه، وده اختصار مخل، هو الطريقه اللي احنا بنبني بيها من البدايه تماما لحد ما نوصل الاحساس ده، الطريقه وكل الخطوات اللي انت بتعملها عشان توصل او توصل للاند يوزر الاحساس ده. وطبعا عشان اي خطه في الدنيا لازم يكون ليها معايير اداء اللي هي الكي بي ايز. فالكي بي ايز دي مختلفه من اندستري الثانيه وطريقه الثانيه، بس يعني ممكن تحط لها يعني في طريقه كده بتحط بيها الاهداف اللي هي الجولز اسمها سمارت، اللي هو السستينبل ميجربل فطريقه وضع الاهداف دي لازم طول الوقت تبقى عندك حاجه اسمها الكي بي ايز. الكي بي ايز دي اللي هي الكي بيرفورمانس انديكيتورز، بمعنى ان انت طول الوقت بتحاول تشوف اذا كنت ماشي انت على الخطه دي وبتبعد عنها ولا بتقرب، السرعه بتاعتك ماشيه تمام ولا متاخر. فده الفرق بيسكلي ما بين البراندنج والبراند استراتيجي. في بقى زي ما كنت بقول لك الاستراتيجي بيز ديزاينر، اللي هو ايه؟ هو بشكل اساسي هو فيجوال جرافيك ديزاينر او فيجوال براند ايدنتيتي ديزاينر، ولكن هو بقى بيبقى عنده نوليدج بيبدا عن الاستراتيجي وبيبدا يستخدمها ان هو يترجم الحاجات دي ويفيجوال الكونسبتس بتاعته او الستوري بتاعت البراند. طيب مين بيبدع تاني؟ مين بيبني تاني ازاي؟ يعني انا مثلا كبراند ديزاينر، هل محتاج ان يكون براند استراتيجي ولا مش محتاج، ولا اصلا في حد بيبني استراتيجي ولا باخدها منه قبل منه اللوجوز، ولا ببني اللوجو وهو بيبني الاستراتيجي؟ بص هو الايفالف بتاع بس انا فاهم، بس احنا بنتكلم الناس اللي مش فاهمه. ما انا بقول لك الايفالف بتاع الموضوع انه في الاول انت كنت بتشتغل از لوجو ديزاينر والموضوع كان ساتيسفاينج، انت بتعمل لوجو واللوجو بتحط بس على الليبل وبتكتب الكلام بطريقه عاديه جدا، وبتبني ستراكشر. فانت عندك اللوجو وبتحط انه ده مثلا العبوه دي فيها كذا، فيها لبن، واللبن ده وبتحط بقى الانسايتس بتاعتك انه ده مثلا مش عارف كام ملي واتعمل في مصر والمكونات بتاعته والكلام ده. فزمان كان يعني البيز لما كان الموضوع لوجو بس وبيأدي الغرض. فيما بعد بقيت انت محتاج حاجات ابعد، بقيت محتاج ايدنتيتي كامله، فيجوال ايدنتيتي، بمعنى انه كل الناس بقى عندها لوجو وكل اللوجوز بقت مميزه. انت محتاج تعمل حاجات ابعد، زي ان انت تعمل باكجينج بكرييتيف قوي، فاول ما تشوفه مش محتاج تبص بقى على اللوجو نفسه قد ما انت محتاج تبص على الباكجينج على بعض او طريقه التواصل. لما تلاقي مثلا الباكجينج في انتجريشنز لما بينه وما بين البيل بورد المعموله وكل حاجات كده بتصب في حاجه واحده، لحد هنا برضو ده كان كفايه. لكن فيما بعد اولا البيع ما بقاش بيزد اون المنتج، يعني مش انت زمان كنت تشتري تليفون عشان ده التليفون، لما بقوا تليفونات كتير بقيت تشتري التليفون ده بيزد اون التليفون ده مش بس فيه تليفون وبيأدي الغرض منه، بس هو مثلا فيه كشاف او بقى فيه ممكن تغير الرنه بتاعتك، فده بقى بيع بالفيتشرز. بعد كده بقى البيع بقى بالستيتس كو، اللي هو انا لما تشتري التليفون بتاعي فانت حاسس انت معاك احسن تليفون، بيزد اون ايه؟ بيزد اون حاجات كتير يعني. فبناء عليه اللوجو ديزاين الاول، بعد كده الفيجوال ايدنتيتي، بعد كده البراند ايدنتيتي. كل الكلام ده ما بين الماركتنج وما بين المانجمنت او الادمنستريشن وما بين الديزاين بقى عندك حاجه اسمها البراند استراتيجي، حاجه اكبر بقى من كله. فبناء عليه انا من وجهه نظري انه لو انت بس بتشتغل فيجوال ايدنتيتي ممكن تكون سينيور جرافيك ديزاينر، وممكن تبقى بعدين ربنا يكرمك وتكون ارت دايركتور، واخد بالك. لكن لو انت عايز تجو بيوند في موضوع البراند ايدنتيتي، لا انت محتاج تفهم، يعني مش هقول لك تفهم الاستراتيجي كامله لان الموضوع برضه مش بالسهوله اللي الناس بتتعامل بيها مؤخرا. هو الموضوع كبير، ولكن انت ممكن تاخد منه بالظبط زي ما بقول لك الحل الوسط والحل الافضل كان بموضوع ان انت استراتيجي بيز ديزاينر او استراتيجيك ديزاينر، ان انت بتاخد من الاستراتيجي الحاجات اللي هتتعمل في شغلك وتبدا تنظم الدنيا وتطلع اوتبوت بيزد اون الاستراتيجي. اعتقد ده افضل حل، لان انت ممكن تضيع وقت كتير جدا يعني، وما يصحش نقول عليه ان هو وقت ضايع، ولكن في وقت كتير جدا هيروح وهتصرفه على الجزئيه بتاعت ان انت تتعلم الاستراتيجي. طيب فيما بعد هل انت كجرافيك ديزاينر او براند استراتيجيست قدامك الفرص الكتير قوي اللي متاحه مثلا جرافيك ديزاينر؟ لا طبعا. طب هل الكلاينت بتاعك الاس ام ايز اللي هي السمول وميديوم انتربرايزز هل هم طالبين دلوقتي ناس تكون شغاله استراتيجي اصلا؟ لا برضه انت بتضحي بفرص كتير جدا لو انت اشتغلت بس استراتيجيست. طيب فيما بعد انت هتقول طيب انا بقالي حوالي 3 أو 4 سنين بتعلم استراتيجي وبحاول افهم كل حاجه وبقرا من الماركتنج وبقرا من الادمنستريشن وبقرا في البيزنس جنب الديزاين.
طيب انا دلوقتي مش عارف ابيع خدمه الاستراتيجي لوحدها، فما حدش بيشتغل معايا بيزد اون ده حتى لما بعمل اب سيلينج. ليه؟ لانه انت عشان تكون بتصرف كتير قوي على ريسورسز، وزي ما بقول لك انت بيسكلي عشان الوقت اللي انت اتعلمت فيه، فبيبقى صعب عليك ان انت تقدم ده بحاجات يعني بكودز بسيطه او اسعار يعني مش اعلى حاجه. فبتقف في النص، فتفقد البوصله كده اللي هو طب يعني انا الوقت اللي انا اتعلمت فيه ده كله اعمل بيه ايه؟ طيب انا لو كنت يعني اتعلمت اكتر في الدايركشن والاكسكيوشن ده ممكن يكون يعني الاوتبوتس بتاعت الفيجوال احسن. طب انا اعمل ايه باللي انا اتعلمته كاستراتيجيست؟ فاعتقد ان ده يعني ممكن يوفر الوقت على الناس ان هم لا، انا بدل ما اتعلم استراتيجي والاقي نفسي في اوشن. اولا الطلب قليل قوي والعرض اكتر من الطلب، وده اللي بيتحكم في اي ماركت. فلا انت ممكن تتعلم استراتيجي اللي تخليك تعتمد عليها ان انت تعمل فيجوال براند ايدنتيتي. جميل. طيب دلوقتي انا كبراند ديزاينر او كلوز ديزاينر، هل محتاج يبقى في حد شغال معايا استراتيجي، ولا ممكن بس مثلا ما قلنا في البدايه انا اكتب الكويستشنير بتاع الكلاينت او البريف بتاع الكلاينت ولا ابني عليه؟ طيب لان ده ماشي قطع ده الدارج، او ده مثلا 90% اوف ماركت دلوقتي، ان معظم الناس اللي هو ايه بيجي البريف اصلا في ناس ما تعرفش اصلا يعني ايه اصلا براند استراتيجي، اول مره يسمعوا كلمه براند استراتيجي. فاللي هو يعني هل انا محتاجها ولا ممكن اكمل زي ما انا، ولا اتعلم زي ما حد زي ما انت قلت كده اتعلم بوينتس معينه منها؟ انا من وجهه نظري انه ده طريق اقصر. ثانيا يعني بيبي اوف بسرعه. انت مش محتاج تتعلم استراتيجي 5 أو 6 سنين وبعد كده تبدا، لانه انا عايز اقول لك ان المصادر الثقيله قوي الهيفي كونتنت في الاستراتيجي هو بيبرز، مش كتب. يعني لما حد مثلا بيقول انا حابب ان انا جو بيوند في البراند، فبنسال سؤال اللي هو طيب دلوقتي الديزاين او براند ايدنتيتي ديزاين عايز تتعلم فيه الجزء الصغير اللي هو الاكسكيوشن، اللي هو يلا بينا نعمل لوجو، ثم نعمل باترن، ثم نعمل باكجينج، ثم نعمل ستيشنري ونخلص ونسلم. ولا عايز تتعلم الجزء الاكبر اللي هو البيلدينج برسبشن، اللي انت عايز تبني الانطباع ده فتفهم الطريقه اللي انت توصل بيها والاشكال والتايبوجرافي والكالر سايكولوجي، تفهم كل ده عايز تتعلم ايه او انت جاهز عندك ايه فحابب تنميه. طيب دي المرحله الاولى بنقول له ذا براند جاب، والذا براند جاب اصلا يعتبر برزنتيشن، ده 3/4 الكتاب صور. فلكن انت لو بتتكلم بقى حاجه انت لو لنفس المؤلف شوف براند فليب او براند جاب ببراند زاج. فبراند زاج وبراند فليب حاجات انت بتتكلم هيفي كونتنت 2 كولمز وحاجات تقيله قوي موجوده. فلا انا اعتقد ان الطريق الاصل دلوقتي ان انت ممكن تفهم بس الحاجات اللي يعني مثلا بتتكلم في براند كور، براند بيرسوناليتي والتارجتنج والبوزيشننج بتاعك. اعتقد ده كفايه. البراند كور بيرسوناليتي والفيجن والميشن، اعتقد الجزء ده يساعدني في ان انت بالظبط ان انت تترجمه وزي ما احنا اتفقنا احنا مش بس نطلع لوجو، لانه اللوجو لوحده انا واحد من الناس ما بقدمش اللوجو ديزاين لوحده. ليه؟ لانه كده في كل الحالات الورك فلو واحد. يعني انت كده محتاج تفهم 3 حاجات. محتاج تفهم الشركه اللي انت شغال معاها كويس قوي، محتاج تفهم الماركت اللي انت هتشتغل فيه، محتاج تفهم المنافسين بتوعك. فعلى كل الاحوال انت محتاج تفهم دول عشان تقدر تطلع لوجو. اللوجو اللي هو يقدر يبقى كومباتيتيف، يعني هو قادر ان هو ينزل فيبقى ليه بريزنس، مش هيتعب كتير قوي بقى من الناحيه الثانيه انت تعمل له بروموشن وماركتنج فيما بعد. اللي هتوفره هنا هتصرفه من الناحيه الثانيه. فدي اول مرحله انت تعمل ماركت ريسيرش، انت محتاج تعمل ده. ثم هتحتاج ان انت تعمل تفهم الارت دايركشن، تعمل مود بورد بالتايبوجرافي بالكالرينج. الستبس بتاعتها زي ما اللوجو مش اللوجو حتى يعني بالظبط. انا بتكلم عن اللوجو. تعمل الريسيرش بعد كده مود بورد بعد كده بتعرض على الكلاينت وتشوف هو يعني هو من وجهه نظره المفروض ان الراي بتاعه استشاري بشكل اكبر، ولكن هو لو خد حاجه هو مش مبسوط بيها هو مش هيشتغل بيها. خلينا متفقين. فالمفروض ان انت بتعرض عليه مود بورد وتقول له بص انا عندي 2 دايركشنز بس. يعني 2 دايركشنز دي بعيده قوي، لانه طالما انت مستهدف نفس الماركت، مستهدف نفس السيجمنتيشن، المفروض ان الاوتبوتس بتاعتك تكون شبه بعض لحد كبير. او ده معناه ان انت ما عملتش او عاملها خطوات كده مش مقتنع بيها. طالما انت ماشي نفس يعني لو نفس الانبوتس المفروض بيطلع لك نفس الاوتبوتس. فانت مثلا استغرب جدا من اللي عامل 2 دايركشنز مثلا او 2 whole different execution، مش عامل حاجات شبه بعض، او مثلا نفس الكونسبت طالع بيه
وعامل طريقه مختلفه تماما وكالر باليت مختلفه تماما وتيبوغرافي مختلف تماما. يعني انت تقول ده براند سيستم مختلف تماما عن البراند ده، يعني من حيث الفورم الاولانيه بتاعتك ازاي انت المفروض ماشي على نفس الخطوات ومطلع لي حاجات مختلفه قوي عن بعض. فالفكره ان هو مثلا بيبقى يعني انا واحد بعمل كده اللي هو عشان في الاول وفي الاخر بيبقى شايفين ان القرار الاخير للكلاينت بالظبط. فمعظم الناس ما بتحبش تخش في جدال مع الكلاينت، فانا مش هعمل له وان دايركشن ان هو في الاخر اللي هو هيقول لي اعمل لي الدايركشن الثاني هو هيطلب كده. فانا بلاقي نفس البدايه اديله 2 ايوه 3. ايوه وده يعني هاخد نقطه ثانيه عشان نتكلم فيها دلوقتي اللي بيفرق النوع كلاينت ان الكلاينت ابو جنيه غير كلاينت ابو دولار. دي حقيقه. بص اقول لك على حاجه، هو عموما الديليما بتاعت المايكرو مانجمنت الكلاينت يجي كده، عارف انت كان الميم بتاع هو ديزاينر شغال والكلاينت حاطط ايده فوق وبيقول له يلا اعمل كده، ده اسمه المايكرو مانجمنت. يعني ايه؟ يعني هو محتاج ان هو يبقى موجود وانفولفد في كل تفصيله انت بتعملها. بيسكلي انا من وجهه نظري الكلاينت ما بيلجاش لده غير لما يكون فاقد الثقه فيك انت، يعني هو مش واثق ان انت هتقدر تعمل له احسن حاجه. طيب المفروض والحل اللي كان يعني وفر عليا مسافات فتره طويله هو ان احنا محتاجين نعرف مين الكومبيتيتورز بتوعك، يعني مين الكومبيتيتورز المباشرين بتوعك اللي موجودين مثلا في نفس الحي او نفس المدينه. فاحنا بنعمل لهم اناليسيس، تعالى بقى نشوف الناس دي عندها سترينث بوينتس فين، ويكنس بوينتس فين، ونحاول نعوض الويكنس بوينتس دي في الحاجه اللي احنا بنعملها لك. ونفس الوقت لو هو عنده سترينث بوينتس احنا يا اما نبعد عنها يا اما نعلي عليه فتبقى عنده ويكنس بوينت تاني. لما بتقول له ان انا شغال على رود ماب واضحه وانا عارف انا بعمل ايه، في الغالب هو بيبقى مقتنع باللي انت بتعمله، لكن الاول انت لازم تكون مصدق في اهميه اللي انت بتعمله ومصدق في انه ده فعلا هو احسن حل بصري انت ممكن توصل. في الغالب ما بيبقاش خلاص يعني انت اقنعتني فانا ما عنديش حاجه اقولها لك. لكن لو انت بقى لو اتكلمت معاه من حيث ايه، اصل دي اجمل، اصل الالوان دي الهارموني بتاعها افضل، طب ما انت ما قلتليش هي ليه افضل او بيزد اون ايه. يعني لو انت بتتكلم في الجماليات او الاذواق فطبعا الكلاينت هيبقى ليه الابر هاند لان هو اللي دافع اكيد. فلو اتكلمنا في الجماليات فانا لو مش شايفه حلو لا خلاص في الزباله بغض النظر عن وجهه نظري مش هجيبها اللون ايه دلوقتي مش هجيبها اللون بالظبط. ليه؟ لانه معلش انا اللي دافع بس انت لما تقول له والله بص احنا دلوقتي عملنا كومبيتيتور اناليسيس وشايفين انه هم كلهم بيعتمدوا على لوجو تايبس، فانت وانا عندي وجهه نظر ان انت ما ينفعش، يعني انت محتاج كده كده تعمل ديفرنشيشن ما بينك وبين الموجودين في السوق، ولكن لو رحت بعيد قوي هتتنبذ. يعني 90% من الوقت لو الناس كلها ماشيه في دايركشن وانت طلعت كده انت الوحيد اللي عامل الدايركشن ده فالسوق اصلا يستغربك. ولو عملته تو سيميلر وبقيت قريب منه قوي هتوه في النص فانت ما عملتش حاجه. الفكره بقى ان انت بتحاول تعمل تريكات بسيطه قوي تفرقك عن الموجودين في نفس الوقت تخليك انفولد في السوق لسه ما خرجتش بعيد. وانس ان انت وصلت ده فخلاص. دي نقطه مهمه جدا انا العب لا بسيطه لا يعني ده كلام كبير العب. طيب دلوقتي انا جرافيك ديزاينر عايز اخش اتعلم لوجو ديزاين المفروض اعمل ايه؟ زي ما اتفقنا يعني خلينا يعني نعمل كده ايه اكسكلوشن لكل كلمه لوجو ديزاينر لانه زي ما بقول لك اللوجو ديزاين لوحده ما بقاش بي اوف. خلينا نقول براند ديزاينر براند ايدنتيتي او على الاقل فيجوال براند ايدنتيتي. لانه هقول لك برضو انت ممكن دلوقتي بتستخدم تايب فيس عادي جدا وتعتمد عليه ان انت تبني براند ايدنتيتي كامل بعد باترن بقى والباكجينج بالظبط. وحتى مش محتاج تستخدم الستريشن يعني في حاجات مينيمال قايمه بس على تايب فيس والتايب فيس مش كاست. يعني انت حتى لو بصيت على يعني نايكي بتستخدم فيتشورا، عندك انرجايزر بتستخدم تقريبا اريال وقيس على كده. هو بيستخدموا الفونتات اصلا اللي موجوده في تومي هيلفيجر تقريبا بيستخدم جيل سانز. يعني اللي اقصده انه كل التايب فيسز دي هي اوريدي موجوده في الويندوز عندك او هي بتبقى يعني اتاتش بالماك. فالحاجات دي كلها موجوده وكلها متاحه لاي حد ان هو يستخدمها. وده لوجو في الاول وفي الاخر، يعني ما تقدرش تنكر تقول انه لا اصل ده لوجو طيب، لا ما هو لوجو وستاند اوت وهو يقدر يشيل براند كامل لوحده. فما بقاش الفكره بتاعت ايه اصل انا محتاج اعمل حاجه فاعملها بالنيجاتيف سبيس او احط ابستراكت شيبس اللي هو الدايره في مثلث في مربع فانا عملت تكوين مختلف فده لوجو. مش شرط اصلا، يعني انت ممكن تعمل لوجو تايب لوحده ويقدر يستاند اوت ويشيل البراند كله
من غير ما يبقى فيه عائق يعني. بس طالما قبل كده دلوقتي الموضوع يعني قبل كده الموضوع كان سهل، لكن دلوقتي الموضوع بقى اصعب طبعا. انت محتاج تضيف حاجات ابعد بكتير يعني. حتى انا سمعت ان في براندات دلوقتي بتحاول ان هي تسجل درجات معينه من الالوان ليها هي، يعني زي اللون الاصفر بتاع ماكدونالدز او اللون الاحمر بتاع ماكدونالدز ده بيبقى بتوع، اللون الاحمر بتاع نتفليكس لون احمر معين كده يبقى بتاع نتفليكس بعدها. فانت متخيل الموضوع بقى واصل لحد فين؟ فالمنافسه بقت صعبه والمنافسه بقت شرسه يعني انا فضلت ان انا اتعلم تولز مثلا كالستريتور مثلا في فوتوشوب، بعد كده ابتدي اخد اقرا ولا اشوف فيديوز ولا اخد كورسات ولا ايه؟ هو من حد للتاني الموضوع مختلف يعني. انت في ناس بتبقى ساتسفايد بالنسبه لها الكورس، يعني انا واحد من الناس لا انا بتوه في الكورس، ما بقدرش افضل يعني ميدل اتنشن وقت طويل، خصوصا ان انت الاتنشن سبان بتاعتك كيوزر عماله تقل. انت قبل كده كان 25 دقيقه 25 دقيقه ومؤخرا بقى الموضوع بياخد 5 دقائق 4 دقائق بسبب الكم الهائل من المعلومات اللي بتجيلك كل يوم وطول الوقت. فانا شخصيا برتاح في الكتب اكتر طبعا، غير بقى يعني الكتب لما تبقى حاجه اكاديميك. الكورس اي حد دلوقتي ممكن يكون قاعد ويعمل كورس والموضوع بسيط يعني، انت مش محتاج تولز كتير قوي ومش محتاج حاجات طويله. لكن عشان تخش في البروسيس انه انا هعمل كتاب، الموضوع لا، الموضوع دوكيومنتيشن طويل وفي ريفيوز وفي اكاديميه معينه وفي ريسورسز بتعتمد عليها وتعمل لها اتاتشمنت. فانا شخصيا بفضل الكتب. انت اول واحد تشوف بفضل الكتب في مجالنا. ما انا اكتشفت موضوع الكتب ده مؤخرا. لما وصلت يعني كنت شغال في شركه داخل بعمل حاجه معينه، اكتشفت ان الموضوع كبير بقى هو اساسا. فبدات بقى السيرش بقى على الكيوردز اللي احنا بنعملها. فلقيت ما بيطلعش فيديوز، بيطلع لي كتب. فاستنتجت بعدها ايه ان مجالنا في الاول هو تولز كقلم، بعد كده بتبتدي تاخد نولج. عامل زي لما تخش معمل الكيمياء في اول سيشن، بعد كده تمسك السحاحه والكيميكالز، بعد كده تبتدي يديك المانوال بتاعه البروسيجر. طيب حلو جدا. طيب احنا كنا بنتكلم دلوقتي في الكلاينتس ان احنا قلنا الكلاينتس كلها مش زي بعض. دي حقيقه. طيب هو ان ازاي انا اقنع الكلاينت ان الدايركشن ده هو المناسب ليه، وازاي برضو اقلل الايدز؟ ما زي احنا قلنا مثلا دلوقتي ممكن دلوقتي اعمل له سوات اناليسيس بالكمبيوترز، ما يقتنعش برضو. حصلت معانا اللي هو لا انا مش مقتنع. اوكي، عملنا له دايركشن وده المناسب ليك بناء على 1 2 3 4. لا انا مش مقتنع. في نوع كده من الكلاينتس لما تحس ان انت اديته خير واحد انت كده بتجبره على حاجه. فهو ما يحبش تجبرني على حاجه، انا احب لا هو في العموم انت كده حتى بعد السوق اناليسيس انا بقول لك انت هتديله تو اوبشنز، ولكن تو اوبشنز هو ممكن يكون اكسكيوشن مختلف، بس انت شغال على نفس الدايركشن وعلى نفس الكونسبت، بس في طريقه التنفيذ وطريقه الاخراج النهائي دي اللي بتبقى مختلفه. انت كده عموما انت محتاج تديله الفري ويل يعني، او الوهم بتاع الفري ويل، ان انت فعلا متخير واخترت ما بين حاجتين احنا عاملينهم وانت اخترت منهم واحد، ان انت تطلع دايركشن واحد في الغالب عند الاس ام ايز بالذات. لان انت لو بتتكلم بيسكلي على الفريلانسر، فالفريلانسر صعب ان هو يشتغل معاه ايجنسي، ويعني صعب ان هو يشتغل مع كوربريت. الكوربريتس في الغالب ما بيشتغلش غير مع ايجنسيز، وايجنسيز عندها كريدتس، يعني هم مثلا اشتغلوا مع شركه في نفس الحجم قبلها او بريكومنديشن واضح انه الناس دول تمام بيشتغلوا معاهم، حد انفولفد برضه في الاندستري او ممكن يكون انفولفد بالاندستري بتاعتهم هم. فبيسكلي انت شغال مع الاس ام ايز اللي هو السمول وميديوم انتربرايز، وفي الغالب ما بيجيلكش حد مثلا من الماركتنج تيم او الماركتنج دايركتور او البيزنس ديفلوبمنت مانجر هو اللي بيجي يشرف عليك، انت بيشرف عليك الاون ده برضه عشان المؤسسه اصغر حجم. في الكوربريتس الموضوع بيبقى اسهل على فكره، يعني دايما يقول لك فعلا ما بيتعبكش غير الكلاينت اللي بادجت قليل فعلا. ليه؟ لانه هو في الغالب ده هو بيتعامل مع الموضوع ان ده الانفستمنت في لايف. انا المشروع ده مثلا بقى لي 3-4 سنين بحوش ليه عشان اعمله، بينما الكوربريتس لا، الكوربريتس احنا عندنا مثلا بنعمل اكسبانشن، داخلين سوق جديد، فعاوزين ان احنا نجهز الايدنتيتي بتاعتنا، لانه مثلا كانت الايدنتيتي بتاعتنا كلها مبنيه للماركت السعودي، بس احنا دلوقتي بنحاول ان احنا نكسباند ونجو بيوند في مثلا في الجالف ريجن كلها. فاحنا عايزين حاجه تبقى مور نيوترال، فالجولف كله يبقى شغال معانا تمام. او حتى يعني لو يعني هو كمثال ممكن يبقى عليه تحفظات، يعني الكالتشر بتاعت الجولف تقريبا كلها شبه بعضها، اللي هو الخليج، الكالتشر بتاعت الخليج، الفيجوال كالتشر بتاعتهم
وتشابه. فلكن انت لما بتتكلم في اسواق ابعد واكتر، فلا هو بقى بيحتاج مثلا هو ياخد خطوه الريبراندنج. فانت بتتكلم على الليفل ده بعيد قوي عن واحد هو زهق من البراند بتاعه فعاوز يغير، او حاسس ان الكومبيتيتور بتاعه في السوق خد منه حاجات كتير قوي، فهو محتاج برضه يستند يبعد عنها، لانه الناس بقت تتوه ما بينه وما بين الكومبيتيتور. الاسباب والدوافع دي بتكون عارفها كويس، بتخليك واعي وعارف. يعني انت لما تكون عارف السبب التغيير اللي بيحصل مثلا ان هو محتاج يعمل ريبراندنج، وانس ان انت عارف السبب فبتقدر تعمل له الحاجه، تقول له والله بص هو انت مشكلتك دلوقتي ان انت بتكسباند، فاحنا محتاجين نعرف انت هتكسباند في انهي دوله. يقول لك مثلا البحرين، فبتعمل له مثلا كومبيتيتور اناليسيز للناس اللي في السعوديه نفس الاندستري وفي البحرين في نفس الاندستري، فتقول له بص انت محتاج تستاند اوت بعيد عن دول وشبه دول وهتبعد عنهم في كذا وتقرب منهم في كذا. وانس ان كل ده واضح بالنسبه له فالكوربريت بيبقى اسهل عشان الاسباب دي. ان انت بتتكلم مع حد اصلا ممكن يكون فاهم في الديزاين فبيريحك. مع الاس ام ايز لا، انت بتتعامل مع حد بيتعامل مع الموضوع ان هو انفستمنت ولونج تيرم انفستمنت، هو ممكن ما يكونش اصلا ناوي يغير غير لما الموظفين بتوعه يتدبلروا وثلاث اربع اضعاف. انت بتتكلم في حاجه هو بالنسبه له، وبالذات لو انت تشتغل ببادجت كبير فهو برضو بيبقى سنسيتيف اكتر. فمعظم الوقت انت بتتكلم معاه بالصح، وبرضو لازم تكون عارف ان انت مكسبك من الديزاين. انا من وجهة نظري بشوف ان هما 3 حاجات. انت يا بتاخد خبره عمليه اللي هي الاكسبيرينس، انت شغال مثلا في حته مش اشتغلتها قبل كده، دخلت مثلا في باكجينج وانت كنت اشتغلت باكجينج كتير، او دخلت دايركشن جديد عليك عشان الماركت هو اللي اجبرك عليه، فدي اكسبيرينس في الغالب في الاول بتبقى دي اكتر حاجه انت محتاجها. فيما بعد بيبقى انت مهتم ان انت تاخد بادجتس اكبر، انت خلاص الاكسبيرينس جمعتها على مدار 5 أو 6 7 سنين كوميرشال، خلاص انت بقى عندك فكره على الاقل انه معظم الحاجات الاسيتس اللي انت محتاج تستخدمها كباكجينج مثلا او يعني التاتش بوينتس مع الانت يوزر بقيت عارف تعملها. ولو مش تعملها انت بنفسك فانت مش محتاج الاكسبيرينس ان انت تعملها، لان انت كده كده هتشتغل ببادجت اكبر، فتبدا تديليجيت. يعني ايه؟ انا مش محتاج اتعلم الستريشن من البدايه للنهايه، ما انا ممكن اشتغل انا ببادجت اعلى واجيب حد شغال الستريتور يشتغل على الحاجات دي وهو كسبان، وانا بالنسبه لي كسبان كواليتي. لان انت لو عملت كل حاجه بنفسك هتتضايق وهتتعب وهتقعد مثلا في كل حاجه وقت طويل، هتطلع كل حاجه في الاحتراف. بالظبط. فده هيأثر على اولا على الريبيتيشن بتاعتك وعلى الشكل البروجكت النهائي، مش هيبقى احسن حاجه. ليه؟ لان انت عملت ال 3 دي بنفسك وعملت الستيشنز بنفسك وعملت التايبوجرافي بنفسك. لانه ممكن يكون عندك مشاكل في الثقه او مشاكل في النتورك، يعني برضو دي حاجه او اصلا هي تبقى ما عنديش اصلا المايند سيت دي. المايند سيت عموما ان انا اخد بروجكت بادجت كبيره، مش محتاج ان اعمل كل اللي بتاعتي. انا بس ممكن اعمل جزء واخلي حد او هير حد يعمل الجزء الثاني يعني. بالظبط. هي مايند سيت، هي فكره المايند سيت. برضه لما مثلا انا لسه مثلا ديزاينر جديد، فلما يجي لي كلاينت عايز كذا حاجه، فالبادجت انا من الناس في البدايه البادجت بتكون صغيره شويه، فانا لازم مجبر اتعلم كل حاجه. بص انا شخصيا يعني انا بحب الكارير باث. في ناس بتقول لك الهوريزونتال افضل. الهوريزونتال ده اللي هو ايه؟ انا هتعلم ديزاين، والديزاين ده اندستري كبيره، فانا هتعلم جرافيك ديزاين. حلو. فانا هبدا اتعلم في جرافيك ديزاين، هفهم شويه في الموشن جرافيك، وهفهم شويه في اللوجو ديزاين، هفهم شويه في الالستريشنز، وهفهم شويه في الارت دايركشن، وهفهم شويه في التايبوجرافي. حلو. وهبقى من هنا شويه ومن هنا شويه، مركز مع حاجه فيهم بشكل اكبر. ولكن انا تمام، يعني بالنسبه لي كل دي سكيلز موجوده. برضو محتاج تكون فاهم الهدف اصلا من اللي انت بتعمله. يعني انت لو ناوي تشتغل از فريلانسر الهوريزونتال هيضرك. انت ممكن بالنسبه لك يكون شايف ان الهوريزونتال لا، بس انا لما يكون حد عايز تايبوجرافي، حد عايز illustrations، حد عايز لوجو، انا هشتغل اكتر، فانا الفرص بتاعتي ان انا اشتغل احسن. بس انت تشتغل تفضل طول الوقت شغال بوجهه قليله لان انت مش شاطر في ولا واحد. حلو. لكن لو انت بتشتغل، انت لو الايم بتاعك ان انت تشتغل تبع ايجنسي، تشتغل فول تايم، لا ده هيكون احسن لك طبعا، لانه في ناس بتشيل ناس. السؤال ده تفضل الديزاينر اللي هو متخصص في حاجه معينه ولا اللي هو مالتي تاسكر زي ما بنقول؟ ما انا من وجهه نظري انه لا، انت محتاج تعرف الايم بتاعك اصلا. انا عايز ايه اساسا.
المالتي ديسبلينري اللي هو متعدد التخصصات بيبقى الافضل له ان هو لا يكون عارف حاجات كتير. يعني ممكن حتى يكون في شركات بتطلب ان هو يكون فاهم في الباوربوينت برزنتيشنز، دي حاجه انت ممكن تكون ما تفكرش فيها اصلا زي جرافيك ديزاين حصل، ولكن مطلوب لنا وحصلت مشكله بسبب. ايوه بالظبط. فوقتها مثلا ممكن تلاقي ناس فهم عاملين كل العناصر وهو بس بيعتمد على التكست بوكسز اللي في الباوربوينت. يعني ده بيبقى افضل حل لان انت مش عارف الطريقه بتاعت الباوربوينت بتتعمل ازاي. هو بيعملوا PDF بعد كده بيكونفيرت. بالظبط. فدي البوينت بقى ان انت كحد شغال فول تايم الافضل ليك ان تكون مالتي تاسكينج، ان انت شغال هنا وشغال هنا وعارف في كل الحاجات دي. فكان مش مطلوب منك A1 ليه؟ انه انت ممكن تكون اشطر في الموشن وفي حد جنبك شغال معاك في نفس الديبارتمنت اشطر في التايبوجرافي، وهما بيفضلوا يتنقلوا من تيم للتاني عادي. يعني لو احنا محتاجين مثلا البروجكت ده مهم وهو شغال بيسكلي مبني على تايبوجرافي، فمين اشطر واحد تايبوجرافي في الايجنسي فبنجيبه يشتغل معانا البروجكت ده لحد ما يخلص البروجكت ويروح للتيم بتاعه تاني. ولكن اللي فيها كذا يعني بتتكلم كل حاجه السلم بيجيب الديزاينر هيشيل كله ماشي. ولكن هو نفس اللي احنا بنقول عليه ان هو الايجنسي في الاخر لما تجيب حد هو شاطر في كل الحاجات دي فغالبا هو ما بقاش شاطر في كل حاجه، والاوتبوتس بتاعته ما تبقاش بسعر غالي، تفضل طول الوقت تحت السلم. ليه؟ لان انت بتعد كم وليس كيف. في ناس بتشتغل بروجكت واحد في السنه، وفي ناس بتشتغل 20 بروجكت في السنه، في ناس كل شهر بروجكت وكل اسبوعين. ولكن هو الفكره ان انت ممكن تلاقي اللي بيشتغل بروجكت واحد في السنه هو بدا عليه 3 أو 4 شهور شغال فيه، ومش شرط يكون شغال فيه لوحده كمان، بس هو شغال ببادجت تخليه اولا بيشتغل بفلوس اكتر من الايجنسي لوحده. بس هو فوكس، هو اشطر واحد في الحته دي، فعشان هو كده هو شغال معاه. وتلاقي ناس ثانيه بتعد كم، والمجال بتاعنا مش بتاع كم، المجال بتاعنا بتاع كيف اكتر، انه في ستوري في كونسبت انت باني عليه، والكونسبت ده هو اللي بيبيع. يعني زي ما بقول لك المنتجات كلها بتشبه بعض، الكواليتي كلها بتشبه بعض، صعب جدا دلوقتي تنافس بالكواليتي، وصعب تقول البرودكت بتاعي ده في USB اللي هي اليونيك سيلينج بوينت او في حاجه مش موجوده عند مش موجوده عند اي حد. بقت مستحيل، النو هاو ما حدش يقدر يحتكرها بشكل اساسي، ولو فضلت محتكرها في فتره، انت الفتره دي 6 شهور وهيجوا يفكوها ويركبوها وضاعت منك اليونيك سيلينج بوينت. فاحنا بيسكلي بنشتري عشان الستيتس كو، ان انت يعني لما بتشتري دي هتبقى تبع انهي ترايب او تبع انهي فئه من الناس. فده اللي احنا بنعمله، مش مبني على اكسكيوشن خالص. كده دلوقتي في شركات بتبيع بالفيلينجز. هو البيع بالفيلينجز اصلا ده البراند، يعني انت بتبني فيلينج وتبيعه. لا مش جديد ولا حاجه، ابل بتعمل ده من حوالي. انا لسه اقول لك ابل بتعملها من زمان، مش منتج في مثلا بتديك فيلينجز اللي انت حاطك في بوزيشن معين معينه في الكوميونتي. ابل كانت اول حد يعمل ده، يعني اول حاجه بتوثقها كان جامعه لندن للفنون المعاصره تقريبا، كان فيها ارتكل بتتكلم انه اول توثيق لعمليه البيع بالاحساس ده كانت ابل عملتها في تقريبا سنه 85 تبع NRB ستيشن. كانوا عاملين الاعلان ده كان الاعلان الوحيد اللي هو ما بيقولكش انه الديفايس ده 32 جيجا رام، شاشه سوبر اموليد، البروسيسور مش عارف ايه، لا قال لك unleash potential، اللي هو انت اكسر القيود بتاعتك، انت لما تستخدم الكمبيوتر ده تحس ان انت فري وتحس ان كل حاجه تحت ايدك. فدي اول عمليه بيع بالاحساس، بتتكلم في حوالي الحاجه دي بقى 50 سنه مثلا. زي لما ستيف جوبز طلع باع الايبود ما قالكش سيستم ملايين من الاغاني بجيبك. بالظبط، هو بيبيع فاليو مش بيبيع منتج. بالظبط. فدي البوينت، هو اصلا محدش دلوقتي بقى بيبيع منتج. زي ما بقول لك كل المنتجات بقت ممكن تتعمل، وبالماس برودكشن دلوقتي تعمل لغط السوق زي ما انت عايز. وعايز اقول لك انه انت صعب حتى تنافس بالسعر. يعني اللي بيعرفوا النايف اللي بيبقى داخل السوق كده على عماه يقول لك طيب انا هبيع بسعر التكلفه او ممكن ابيع وانا خسران. طيب يا معلم، انت عشان تكون فاهم كويس، انت لو هتشتغل وتبيع بسعر التكلفه او حتى لو هتبيع بالخساره، ففي واحد موجود في السوق حوت من زمان جدا شغال وقادر ان هو يخسر قصادك ويخسر نفسه زياده عن اللي انت بتخسره في مقابل بس ان انت تعمل اكزيت. وانس ان انت عملت الاكزيت بقى هو الموجود الوحيد هعوض كل الخساره اللي انا خسرتها.
كمان زي ما برضه قلت، لو انا هنافس بالسعر، او انا هبيع مثلا بسعر التكلفه او بسعر خساره، انا في البدايه ما هيجي لي وقت لازم اعلي السعر. بالظبط. فاليوزر بتاعي يبقى على السعر مش هستخدمك تاني. بالظبط. تعالى وبعدين لما انت تبقى البوزيشننج بتاعك عند الناس ان انت او مستهدف الناس بشكل اساسي اللي هو البرايس سنسيتيف، هو عموما مش فارق معاه الكواليتي قد كده، هو يفرق مع السعر. فهو اي حد بيوفر له جنيه واحد فهو هيروح معاه حتى لو الفاليو اقل، لكن ده بيوفر عليه. فانت برايس سنسيتيف ولا كواليتي سنسيتيف، الناس بتجيلك الموتيفيتور بتاعها اللي هيجيلك ايه، وهكذا. زي لما العربي دخل السوق المصري، هو ما نافسش بالكواليتي، لانه بينافس اليابان بالظبط، ونافس كوريا ونافس بخدمه ما بعد البيع. بالظبط. ما هي كل بص اليو اس بي من شركه للتانيه بتختلف بالظبط يعني. ولكن دلوقتي ما اعتقدش ان حد يقدر ينافس بالكاستمر سيرفيس. لا، ما هو يعني هو دلوقتي مفيش في البدايه لكن دلوقتي هو يعني انت يعني كان معظم مشكله المصريين مع الهوم ابلايسنس خدمه ما بعد البيع. ان انا جبت المنتج فباظ مني، فعايز اعمل صيانه، فاستنى بقى عليا حبه حلوين. وممكن مثلا قطعه غالبا ان انا مستورد فانا مش لاقي. فلما جم هم عملوا المصانع جوه مصر، بقى هم يصنعوا القطع جوه مصر، وبقى عندك خدمه ما بعد البيع كويسه، اللي هو انا عندي منتج الو ممكن عندك حد تاني صيانه. بالظبط. بيفضلوا وعندهم قسم خاص اسمه الديبارت اللي هو يعني انا حصل معايا مشكله معايا شخصيا. كنت جاي من عنده منتج كان في مشكله، كان في حد من قسم الولاء والاجتماع بيتابع معايا كل يوم بقى. بالظبط. معايا بقت هي دي مع ان دي مش موجوده مثلا في ال جي ولا مثلا موجوده في سامسونج. عموما لا، اصل دي حاجه متعلقه بالماركت بتاعنا، لكن انت لو بتتكلم جلوبالي لا، يعني دي بقت حاجه من ضمن الاساسيات. يعني عايز اقول لك انه حتى دلوقتي بقوا بيتعاملوا مش مع الموضوع ان هو براند استراتيجي، لكن الموضوع بقى اكبر من كده، ان هو بيتكلموا في براند اكسبيرينس. براند اكسبيرينس دي يعني كل تاتش بوينت لليوزر بتاعك مع البراند، سواء بريور بيرتشيز او افتر بيرتشيز. يعني انت معاك بقى كل حاجه من اول البيل بورد لحد الكاستمر سيرفيس ايجنت اللي بيتكلم معاه، الطريقه بتاعته تبقى عامله ازاي، كل ده عشان يوصل نفس البرسبشن وما يبقاش مختلف من حد للتاني. يعني مثلا ما ينفعش اكون بقول للناس ان انت معاك الكواليتي رقم 1 ويجي الكاستمر سيرفيس ايجنت يقول لك لا اصل معلش ما ده بيحصل. لا، ما ينفعش. يعني المشكله ممكن تكون في الاستخدام، في السكريبت بتاعه، ويسحب كده. فالموضوع حتى من كتر ما الموضوع ده بقى اساسي وبقى متاثر في كل الكوربريتس، بقاش يو اس بي، يعني بقى عادي، ده الطبيعي ان انت تعمل. انا بقول لك بس مثلا ان اليو اس بي مش شرط تكون في السعر. بالظبط. لا، حاجات كتير. طيب خلينا نقول مثلا لو انا عايز احكم على فيجوال، اللوجو، التايبوغرافي، الباترن، واحد حلو وحش، بحسبها ازاي؟ بص، هو الموضوع غصب عنك كده هتلجأ للجماليات. يعني والجماليات على فكره من حد للتاني بتختلف. انا مثلا وانا كويس برضو ان احنا هنكون irrelevant. البراندنج الجديد بتاع بيبسي انا ما عجبنيش شخصيا، ولكن هو عجب ناس كتير بس من يعني تقدر تقول عليهم ان هو ايه، الجيل الاكبر شويه، لان هو نوستالجيك، هو مرتبط اكتر بالبراندنج القديم بتاع بيبسي. فلما رجعوه فبقى يعني هم مبسوطين بيه اكتر. انا شخصيا ما حبيتهوش. طيب هل هو براندنج ناجح ولا فاشل؟ لا، دي بقى نتكلم فيها من ناحيه انسايتس بشكل اكبر. يعني تقدر تقول ايه، هو مستهدف مين بشكل اكبر. فطيب الكور مسجز بتاعته اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ طيب التاج لاين بتاع الكامبين اتغير ولا ما اتغيرش؟ هو بقى شغال على ايه دلوقتي؟ طيب فلما تعرف مثلا ان هو تقريبا بيستهدف نفس الشريحه الكبيره، ان بيبسي برضو بتعتمد على اسلوب ايه، هي بتفضل معاك من وانت صغير لحد ما تكبر وتمسك الجيل اللي بعده من هو صغير لحد ما يكبر. فهو بيخاطب الشريحه اللي كانت معاه من البدايه وعمل لهم حاجات نوستالجيك، ولكن هو في نفس الوقت لسه مودرن. الالوان الاحمر والاسود والابيض بتاعهم ما كانش ظاهر قوي كده، ولكن هو شغال برضه على نفس السيجمنتيشن. فتقدر تقول لا، هو كبراندنج كوظيفه هو ناجح، ولكن كجماليات لا. بقى انا والله زياد شايفه مش كول، انا شايفه كول، غيري شايفه عادي. فدي بقى هي اللي بتفرق. هو الوظيفه بتاعتك شغاله، والاند يوزر بتاعك تتفاعل معاه ازاي، تتفاعل زي ما انت عايز. يعني الاحساس اللي انت عايز تبنيه وصل للاند يوزر بتاعك ولا ما وصلش، ده بقى اللي بيتحكم فيه فكره الوظيفه مش الجماليات.
هو اول سؤال جه في دماغي لما شفت الريبراند بتاع بيبسي. هم اللي اصلا ليه عملوا ريبراند؟ يعني هم دايما في سببين للريبراند. اللي هو يا اما انا عايز اكسباند او مثلا غيرت في الفيجن والميشن بتاعتي عايز اغير الشكل بتاعي، يا اما المنتج بتاعي وقع فانا عايز اغطي نفسي بدليل البرنامج القديم وابني جديد. بالظبط. هو بيسكلي كانوا مركزين على المنتج الجديد، مش المنتج الجديد بس، هو عايزين يحطوا الهيرو بتاعهم دلوقتي مش البيبسي كلاسيك بس البيبسي زيرو شوجر. كان معظم هو كل الموضوع متمحور حواليه يعني. فبس هو ناجح ولا مش ناجح؟ ممكن برضه لو ربطناها زي ما انت قلت ان هو بيتارجت الناس الكبيره، فهو مثلا مديهم زيرو سكر عشان السكر بالظبط. لا انا مش عارف الحقيقه. انا استكترتها احنا بنتكلم هي استنتاجات كتير بقى ممكن تطلع بيها. احنا كنا اتكلمنا دلوقتي من شويه في البادجت. انا في البدايه تفضل ان انا اشتغل ببادجت عاليه عشان احط نفسي في استيميشن معينه، ولا ابدا بسعر قليل وابتدي اعلى؟ لان في البدايه مثلا لو ابتدي بسعر قليل انا هاخد 20 كاستمر فهيبقى الدوشه كتير، ولا في البدايه اخد كاستمر كبير واعمل عليه سنه في الاول لسه في بدايتي ما وصلتش مثلا سنتين خبره او سنه خبره. طيب بص انا هقول لك على حاجه. انا كنت بقرا كتاب موسوعه الامثال العاميه بتاع احمد تيمور باشا، فقال لك لما كانوا بيحبوا يقولوا موضوع فيقول لك ده سيرته زي سيره التعبين، فلما جاي يشرح لك قال لك اصل سيره التعبين دي ما بتخلصش، يعني انت وانس ان انت اتكلمت في الموضوع ده هتفضل المواضيع يعني تفضل متكثره، لان كل واحد عنده حكايه ويقدر يريفيل بيها ويبقى ريليفنت للموضوع. فموضوع التسعير بالذات حته سنسيتيف. ليه؟ لان انت في نفس الوقت اللي انت عندك ناس بتشتغل ب $1000، ناس بتشتغل ب 10000، ناس بتشتغل $100، ناس بتشتغل ب 100 جنيه، كلهم بيعملوا اوتبوتس احلى من بعض. مش هقول لك بقى حلو ووحش، الاوتبوتس يعني كاستاتكس حلو جميله وتتشاف وتتباع، ولكن هل المتحكم بس الوقت اللي انت خدته عشان تخلص البروجكت؟ هل متحكم بيه حجم الكلاينت لوحده؟ لا، الموضوع فعلا من كتر ما هو كبير ما تقدرش حتى تحط تقول والله ده السعر اللي الصح او ده مناسب. ما انت ممكن تكون شايف ان $500 بالنسبه لك ساتسفاينج وتمام، وغيرك ممكن يقول لك لا انا 5000 بالنسبه لي عشان هقعد على البروجكت 3 شهور برضه ساتسفاينج. واحد تاني يقول له لا ده 5000 ايه يا معلم، ده احنا هنا شغالين ب 4000 جنيه. فانت الموضوع بحر واسع. انا ابدا فريلانسر ابدا بادجت عالي، يعني ابدا مع الكلاينتس الصغيره، ولا لا انا خلاص انا هبدا مع الكلاينت الكبير بس انا لسه في بدايتي ما عنديش مثلا ما عنديش اصلا ما عنديش بورتفوليو. حلو. خلينا برضو بص انا هقول لك، احنا هنرجع تاني لنفس الموضوع اللي احنا بدانا من عنده. موضوع ايه؟ انت مكسبك من الجرافيك ديزاين ايه؟ زي ما بقول لك انت عندك 3 مكاسب. اولهم ان انت تاخد اكسبيرينس، ده في البدايه. خدت الاكسبيرينس وبقيت تمام وبقيت عارف حاجات كتير، وعارف على الاقل لو انت مش هتعرف تعمل الحاجه دي بنفسك عارف هتديليجيت مين فيشتغل هو ويطلع نفس الاوتبوتس اللي في دماغك. ثم انت بتدور ان انت تاخد فلوس، فخلاص انت عندك الاكسبيرينس وبدات تاخد فلوس. الحاجه الثالثه هو ان انت بتاخد اكسبوجر. انت ممكن تشتغل على مشروع ربنا يوفقك ليه فتشتغل مع مشروع لامس كل الناس في مصر، زي مثلا بيست توريس زيري لما اشتغل مع بروجكت وزاره الصحه، هيئه التامين الصحي. مين في مصر ما شافش البروجكت بالظبط؟ فدي حاجه. وبغض النظر يعني هل انت مثلا لو جالك البروجكت ده وقال لك تقريبا 90% من المصريين هيكونوا على الاقل شاف اللوجو بتاعك ولا مره، هل هتبقى باصص على الفلوس وقتها على الاكسبيرينس؟ عارف ممكن تعمل كل حاجه. فده مثال برضو انت المكاسب بتاعتك. وبرضو شبه هرم ماسلو كده، لو عارف هرم ماسلو بتاع الاحتياجات او الاحتياجات الاساسيه، وبعد كده على راس الهرم الحاجه لتحقيق الذات. فانت خلاص بقيت عندك كلاينتس كتير في الاول، يعني انت في الاول ما بقاش عندك كلاينتس، بعد كده بقى عندك كلاينتس كتير فبقيت ترفع البادجت بتاعتك عشان تفلتر فتشتغل نفس الشغل اللي انت شغال بيه ولكن بادجتس اعلى. بعد كده خلاص ممكن اصلا تطير البروجكتس عشان انت مش محتاج فلوس دلوقتي او مش حاسس ان ده هيديك الاكسبوجر اللي انت عايزه. ممكن ترفض بروجكت كبير وهتاخد بادجت كويسه عشان البروجكت حلو ولكن هو عليه NDA فانت اشتغلت بيه ما استفدتش منه غير فلوس، وانت مكسبك مش فلوس زي ما بقول لك، مش مكسبك الاساسي فلوس. NDA ده هو ما ينفعش النون ديسكلوجر تشاير البروجكت غير بعد مثلا الغالب بتبقى 5 سنين بعد البروجكت لما يتعمل له لانشنج بعد 5 سنين كده ان انت تقول ان انت شاركت او ايه كان دورك او من حد للتاني بتختلف ومن NDA للتاني بتختلف. عشان الموضوع NDA ده
هي المشكله مع ايجنسي اللي انت بتشتغل فيها فتره كنت تكتشف انك انت في الكونتراكت كان فيه دي ما خدتش بالك منه فتلبس لبس لا معظم الوقت عموما الشغل بتاع الايجنسي بص هو في ديبيت كبيره قوي ما بين ان انت تشتغل في ايجنسي ولا تشتغل فريلانس. بص everything comes with a price. انت لازم تكون عارف انت لو بتشتغل فريلانس الستراجلينج الفاينانشال ستراجلينج ده اللي هو انت يا اما تكون معاك فلوس مش عارف تصرفها فين يا اما معكش فلوس تماما لمده شهر شهرين. محتاجه ديسيبلين محترم قوي في الموضوع ده وانت فريلانسر بالذات محتاج تبقى عارف فاينانشالي هتدير الموضوع ازاي. ولكن المجد كله بيبقى ليك الاكسبوجر كله بيبقى ليك في النهايه. موضوع ان انت اللي بتحط الديدلاين وانت اللي بتختار. حتى انا ممكن افلتر كلاينت مش عايز اشتغل معاه ليه؟ لما كنت بتكلم معاه في الكويشنير او البريفنج سيشن كنت حاسس ان هو كده مستهتر باللي انا بعمله او مش مرتاح ليه. انا مش مرتاح ليه. انت ما عندكش الرفاهيه دي لما تيجي تشتغل في ايجنسي ولكن هي عندك في الفريلانس. بحط تايم لاين لمده 3 شهور وانا فاضي انا حر مش محتاج اعمل ده. بس ما بيجيلكش حد يقول لك بكره الصبح تخلصوا النهارده الفجر النهارده الفجر او اقعدوا في الايجنسي يعني خد الباقي اوفر تايم بس تخلصوا البروجكت ده النهارده. وهو شغلتنا مزاج برضه في الاول. دي المشكله ان هو ما يبقوش فاهمين ان شغلك مزاج. ايوه بالظبط. هو بيتعامل معاك ان انت زي السكانر كده تحط له الورقه يعني يدخلها جوه الكمبيوتر ويطلعها تاني يعمل برنت. فلا الموضوع مش كده. لا الموضوع صعب. يعني انا شغال في ايجنسي احنا شغالين بنطبع بروشور في السعوديه. كان المفروض ان هو هيبقى بروشور رمضان. النهارده 7 رمضان 9 رمضان. فانت بتتكلم في بروشور رمضان اتعمل خلص طبعا لسه بالديزاين رمضان الجاي تقريبا. فاحنا لسه بالديزاين جينا خدت يومين صح وخلاص البروجكت وبعت البي دي اف وبتاع. فانا جاي في الطريق احنا جايين دايركتور لا في تعديل في السعر فتقريبا تشتغل الاول تاني او تعديل. لا تعديل في منطقه بتبيع الجولري. ففي قطعه كده كاتبين السعر غلط عايزين بس نعدل السعر ونبعت البي دي اف تاني. فقلت له انا في استشاره. قال لي لازم حاجه تخش مطبعه الفجر. طب ماشي هروح البيت واعملها لك. لا اتصرف خد بتاعتي بس تخلص دلوقتي. هي كده. فتحت له اللابتوب في العربيه. لا ده طبيعي. يعني الموضوع صعب. في رفاهيات كتير ممكن ما تكونش وصلك كحد شغال فول تايم ولكن برضه على الجهه الاخرى ولكن على الجهه الاخرى برضه عشان اكون امين معاك انا ما بقولكش الفريلانس جنة. يعني يكفيك جزئيه الستراجلينج بتاع الفاينانس بتاع الفاينانشال ستاتس بتاعتك. انت يا اما شغال كويس قوي يا اما مش شغال. وبرضه في يعني احجام مختلفه من العملاء وبتشتغل شويه. وفي برضه جزئيه ان انا لو انا حد ما عنديش خبره كبيره فلما بشتغل فريلانس بحتاج كذا حد بيبقى في مثلا دايركتور ففي مثلا اخطاء تكنيكال او اخطاء بيقول انا مش واخد بالي منها. والله ما حدش هيتختلف تتعلمها في فريلانس. هقول لك على حاجه. الشغل بتاع الايجنسيز من وجهه نظري هو مور كوميرشال. يعني انت لو مثلا بتشتغل عايز تعمل ارت دايركشن مش ارت دايركشن كامل ولكن عايز تعمل تكات معينه بيسموها الفيجوال سيجنتشر. هو انا لما اشوف الشغل بالطريقه دي فانا عارف مين اللي عامله ليه. لانه هو فضل يعمل اكسبلوريشن كتير. انا عارف المفروض الجزئيه دي كنا نتكلم فيها قدام ولكن احنا مثلا عايزين نعمل فيجوال سيجنتشر خاص بفلان. فمثلا عندك اوبشنز كتير في باليتات الوان معينه فلان ده بس اللي بيشتغل بيه. الستريشن ستايل معين ده بس اللي بيشتغل بيه. في مثلا تكنيكس معينه بترسم بتاعه اللوجو زي النيجاتيف سبيس. تعرف مثلا مين بيشتغل النيجاتيف سبيس وقيس على كده. طيب انت ازاي تعمل نفسك فيجوال سيجنتشر؟ بتبقى بيسكلي جاي من الاكسبلوريشن ان انت بتفضل اولا بتكسبلور الناس الموجودين مين مركز على ايه فابعد انا عنه لان دي مش يعني انت كل حاجه بتعملها تقليد بتصب في مصلحه اللي انت بتقلده مش بتصب في مصلحتك انت. هو لما يكون عندك 3 أو 4 انت الخامس بتاعهم كلهم بيعملوا نفس الشغل فمين اول واحد عمل فلان يبقى فلان ده هو الصح او هو الاول والباقي كله بيقلده. فهو ده بيصب في مصلحته هو ويكون الكوميونتي واعي بما فيه الكفايه ان هو يقول لا احنا كنا شايفين التايم لاين وعارفين انه ده هو اول واحد عمله يبقى اول واحد ده هو الالفا والباقي كله بيقلد فيه. فانا لما يكون جاي لي مثلا از ان ارت دايركتور لما يكون جاي لي بريف وانا حابب اعمل ديليجيشن لحد او افرود عليه هفرود على رقم 1 لانه ده هو الكرييتيف ده الاصلي ده اللي عمل حاجه لاول مره.
والحاجه الثانيه بقى ان انت تكون عارف ايه اللي ما اتعملش، فتبدا تفوكس عليه، فتبدا تكسبلور اكتر لحد ما تبقى عندك حته بتاعتك انت لوحدك، بقى عندك الفيجوال سيجنتشر بتاعتك. الطريقه دي بتنفع معظم الوقت في كل بقى الستايلز. ولكن برضو لازم تكون الجزئيه بتاعت everything comes with a price برضه لازم تكون واعي بيه، ان هو ايه، انت عملت الحاجه لاول مره حلو، ولكن انت بتمهد الطريق لكل حد هيجي يشتغل فيها بعدك. برضه الناس مش انت بدات من الصفر، بدات ان انت الورقه فاضيه وانت اللي بتطلع منها كل حاجه، اللي يجي بعدك الورقه مليانه وهيبدا من وقت ما انت وصلت. فلو مش طول الوقت بتعمل امبروفمنتس وعامل حاجات فعلا قادر تعجز بيها اللي يجي بعدك، مش قادر ان هو يجو فurther، او انت مش قادر حتى يحصلك، لا هتموت وهيعديك. لان هو انت ممكن تكون ضيعت وقتك كله او طاقتك كلها ان انت تكتشف بس ما عملتش امبروفمنتس. فهو جه على الاكتشاف موجود، فطلع عمل اكسكيوشن عليه وحسن، فهو رقم واحد. ياخدنا لجزئيه الامبروفمنت ازاي انا كديزاينر. يعني مثلا لو جينا مثلا السيجنتشر في حد قدام عندي كنت عارف كريم مرغني، عارف انا مجرد ما بشوف الفيجوال ما ببصش على اللوب، انا عارف بس بالظبط. يعني هو ليه ده خاص؟ عشان هو الوحيد اللي بيشتغل الحاجه دي من زمان جدا وفي كونسيستنسي. انا يعني انا ما اعرفوش شخصيا، ولكن انا بحترمه جدا على مستوى الكارير. انا حد عندي كونسيستنسي بقالي حوالي 10 سنين، نفس الفيجوالز مش هي ولكن الستايل اللمسه دي. انت عارف مين اللي عاملها من قبل ما اشتغل؟ برضو زي ابراهيم حمدي. لما تشوف 3 دي تايب فيس معمول بطريقه معينه وفيها جيومتري، بس هي في نفس الوقت فيها حاجات هاند ريتن، الطريقه دي بتاعته مش محتاج حتى تشوف مين اللي عملها، فقيس على كده. ولكن برضو الموضوع قايم على كونسيستنسي بشكل اساسي، ان انت لو عملت الحاجه مره خلاص كانت مره، حد غيرك عملها مرتين، ولكن محتاج منك ثبات، تفضل طول الوقت تضرب عليها. يعني انت انا دي بتاعتنا. الحاجه الثانيه هو الامبروفمنت، انت محتاج تحسن. يعني انت لو شايف مشكله مثلا، وعلى فكره ده بيحصل في الطبيعي، يعني انت مثلا لو شفت شغلك من سنه مش طيب احنا بقى كنا بنتكلم في ان احنا لو انا ما طلعتش من نفسي حد يجي يدوس عليا ويمشي. هو مش حد يدوس عليك ويمشي، لكن الفكره ان انت البوتنشال بتاعك او الفرص بتاعتك اللي موجود هتقل. مش هذا الموضوع. احنا برضو في الاول في الاخر احنا ارتست، فالموضوع يعني في الحنيه يعني ماشي بسيط. انت ما قدمتش حاجه جديده وطول الوقت بتشتغل نفس الحاجه. في شعرايه ما بين ان انت كونسيستنت ومحافظ على الفيجوال سيجنتشر بتاعك ومحافظ على اسلوبك والطريقه اللي انت بتشتغل بيها، هو ان انت واقف مكانك برضو. ودي حاجه ما حدش يقدر يفصلك فيها. يعني يقول لك كنت انت بتتطور فعلا وبتحسن من نفسك ولا انت واقف مكانك. احيانا الجمهور ممكن يكون مش فاهم اللي بيحصل ورا الكواليس، فمش عارف مثلا ان انت عندك مشاكل كتير قوي منعك ان انت تطور من نفسك، او ما عندكش الوقت، او انت مسؤول في بروجكتس كوميرشال لدرجه ان انت مش قادر ان انت تبص فيما بعد فترجع للاكسبلوريشن تاني. في حاجات بتحصل في الباك ستيج كتير، واحيانا انت بتبقى خلاص انا بالنسبه لي مش عايز يعني طالما بتبيع خلاص ما العب فيها ليه؟ وده وجهه نظر. يعني طالما الحاجه اللي انا بعملها بتبيع وبياعه والناس لسه طلب عليها عالي، خلاص انا احسن منها ليه؟ لما تبطل خلاص اوكي ممكن اغير، ممكن احسن، يعني ممكن اغير اصلا. ولو الحاجه بقت مستهلكه قوي فابدا اعمل اكسبلوريشن من الاول تاني. بروسس طويله، وانت عموما كل ما تكبر في السن الموضوع بيبقى اصعب. لما بيبقاش عندك اولا الاستيعاب اللي يخليك تبدا من الاول، ثانيا المجهود اللي اتعمل اول مره وانت مثلا في اول 20 سنه غير بعدين. الموضوع كل ما تخش، خصوصا دلوقتي الكومبيتيشن بقت عاليه لدرجه يعني صعب قوي حد يكمل فيها وهو عادي. انت لو نورمال مفيش ورك ستوري شايلك، لا يكاد يكون مستحيل ان انت لو بس بتشتغل اكسكيوشن فانت مش هتعمل احلى فيجوال في العالم. يعني كده في زي وزن ما بين ان انا شغال بين انا اطور من نفسي. يعني دايما انا كنت واجه الحسد بتاعي ان هو ايه، انا فول تايم ديزاينر، فانا من 9 الصبح ل 5 العصر مثلا، ومثلا في 3 ساعات في المواصلات رايحين، لكن انا بتكلم حوالي 13 ساعه رايحين من عندي.
بالظبط. في كمان 8 ساعات نوم ده بالظبط. اتليست، يعني بنتكلم حوالي 4 ساعات. فما عنديش اصلا يعني ما عنديش الوقت ان انا فاوازن ما بين دول ازاي. بص، هو موضوع ان انت تطور من نفسك ده انا بحس سؤال يعني تنميه بشريه اكتر. يعني ليه بقى؟ لانه عشان تكون يعني هتقيسها صح فعشان تطور من نفسك يعني انت لازم تكون عارف حاجتين او 3 حاجات. الاول انت فين، ثانيا انت عاوز تروح فين. يعني انت عارف يعني سيلف كونشس انف ان انت عارف مكانك موجود فين، انت قوي في ايه ومش قوي في ايه. ممكن تكون سيلف كونشس، ممكن تكون تروح لحد يعني بتثق فيه يعمل لك منتورنج، اللي هو ايه، والله انا شايف من وجهه نظري ان انت قوي في هنا وممكن تحتاج تحسن نفسك هنا. طيب، فالحاجه الثانيه هو ان انت رايح فين، ايه الجزئيه اللي ناقصاك وايه الحاجه اللي انت قوي فيها فمحتاج تلعب عليها اكتر. الحاجه الثالثه هو الطريق اللي انت عايز يعني عشان تتنقل من الف لب لازم تكون عندك يعني رود ماب، عارف تروح من هنا توصل هنا ازاي. ممكن انت تكون برضه دي حسب حد للتاني، لكن انا وجهه نظري ما ينفعش حد يعملها لك. يعني حاجه زي دي انت ممكن المنتور يعني تستعين بيه او تستخدم خدماته في ايه. هو يقول لك انت ضعيف في كذا ومحتاج تحسن نفسك في كذا، لكن الرود ماب وحتى ممكن يقول لك الرود ماب يعني ايه، طب عايز تتعلم الحاجه دي اتعلمها من هنا، ولكن ما ينفعش حد يقول لك انت لازم تنظم وقتك من كذا لكذا. ما انا ممكن انظم لك وقتي. انا في ناس اعرفهم ما شاء الله عندهم البرودكتيفيتي واو، هو ممكن يقعد 8 9 ساعات يوم اجازه بتاعته، مش اجازه ولا حاجه، لا هو 8 9 ساعات قاعد على بروجكت هيخلصه نو كلاينت او بيرسونال بروجكت، عايز يقول حاجه معينه فيجوال من وجهه نظر، و8 9 ساعات يقعد يعمل. انا شخصيا ما اقدرش اعمل ده. فلو حد هيجي يقول لك هيقول لك على ديسيبلين او يقول لك على ماب، مثلا لو انا ديزاينر مثلا متجوز، فانا لو مثلا اشتغلت على اللابتوب يوم الجمعه هنضرب بالظبط. انا اتكلم في كده، عندي اولاد ده يبقى صعب اكتر. ما هو من اوقات زي ما بقول لك من حد للتاني الموضوع ده، بس انت على الاقل تبقى سيلف كونشس انف ان انت عارف انت فين وعايز تروح فين. بالظبط، انا عارف انا عايز اروح فين. لان لو مش عارف انا عايز اروح فين، انا ليه طول من نفسي مش عايز اروح من مرتب. بالظبط، وعارف كل حاجه اولها واخرها فين، وعارف ايه الثمن اللي انت بتدفعه. زي ما بقول لك كده، فكره الايجنسي ممكن تكون بتوفر لك الاستقرار المادي، ولكن هي مش بتديك الرفاهيه بتاعتك تشتغل مع مين، تشتغل امتى، والتايم لاين بتاعك يبقى شكله عامل ازاي. وعلى الناحيه الثانيه الفريلانس مش كل حاجه. طب اتليست انت بتبقى عليك بقى كل الادوار، لان انت سيلز مان او سيلز وومن او سيلز بيرسون، يعني عشان ما نخش بعيد عن البوليتيكال كوركتنس. فانت سيلز بيرسون في الاول، وبعد كده ماركتير عشان تقدر تماركت للشغل، وبعد كده اكاونت مانجر عشان تعمل بريفنج وتسلمه لنفسك وتعرض على الكلاينت. بس كل الادوار دي انت ما بتعملهاش لو انت شغال في ايجنسي. ده بيجي لك في ارت دايركتور بيقول لك يلا احنا هنعمل 1 2 3 ليه وعشان ايه. ممكن لو هو شخص كويس ممكن يقول لك يفهمك، ولو هو شخص مش كويس فخلاص اوكي انت كده بتاخد فلوس. يلا بالظبط، كده بتاخد فلوس. فهي برضو ابس اند داونز، بتبقى عارف انت بتحصل ايه هنا وايه اللي ضايع منك على الناحيه الثانيه. ليه؟ لان انت لما بتبقى عارف الموضوع اللي بتاعك لما بيبقى كلير، فهيقول لك ايه، خلاص اوكي انا ممكن اشتغل هنا شويه او هشتغل هنا، وتبدا تحدد نمط حياتك يبقى ماشي ازاي. وبرضه في ناس عقليات وشخصيات، في ناس لا انا مش هروح انا امضي من 9 الصبح ولا 8 الصبح وامضي بصمه اخر النهار. انا ما بحبش كده. انا بحب اشتغل بالليل. انا شخصيا بحب الناس بحب اشتغل بالليل. يومي بيبدا الساعه 7 ولحد تاني يوم انا 12. شغل الايجنسي مش هينفع كده، يعني من حد للتاني الموضوع مختلف، ومن فتره للتانيه الموضوع مختلف. يعني انت ممكن يكون في الاول هدفك ان انت تحقق ذاتك، وان انا عايز اوصل وجهه نظري كديزاينر للعالم كله وبعد كده الموضوع يوصل معاك ان انا عايز اشتغل وقت فلوس. يعني ده بالنسبه لي ساتسفايد من وقت للتاني. المايند سيت دي بتتحصل على الديزاينرز في البدايه، بيبقى عايز اللي هو عايز اغير العالم بالظبط. لما بيتجوز بيبدا لا انا بقى عندي التزامات، فبقى عندي خلي الكريدت بتاعهم 2 بالظبط، تيجي رقم 1 الفلوس مكانها. ايوه بالظبط. ولو ان ده مش مستحيل، يعني انت ممكن توازن بين الاثنين عادي. يعني في ناس بتشتغل مثلا في بروجكتس، في مصريين كتير شغالين في اوروبا اصلا كتير يعني. وعايز اقول لك ان هو ما بيقابلش كل الاستراجلز. هو بالنسبه له الكلاينت هو اوريدي فاهم وعارف وعايز يعمل بريفنج احسن منه، لدرجه انه يعني كان في حد كنت بتكلم معاه قال لي انا المفروض بعمل براند ايدنتيتي كامله
قال لي انا خدت الميشن والفيجن اللي هي الكور ايدنتيتي المنتس، خدتهم الكلاينت زي ما هم، مش عارف اعدل فيهم من كتر ما هم يعني متماسكين وحلوين لدرجه انا كراجل متخصص مش عارف اعدل عليهم. وقيس على كده يعني هو في حاجات يعني ممكن تجو فيرتر، ويعني تكتشف انه اذا كان مثلا انت في مصر بتشتغل بسين في البروجكت، وبعدين تعرف ان مثلا في الجي سي سي اللي هو الجولف كونسل كوربريشن في الخليج شغلوا ب 10 سين. حلو، عشان في ناس شغاله ب 50 سين و60 سين عادي، والكلاينت مريح اكتر وفاهم اهميه اللي انت بتعمله، مش بتعمل معاك باستهتار او شايف انه ليه انت ليه عايز تعرف انا ببيع المنتج بتاعك ايه بقى يا عم. انا يعني محتاج افهم البرايسنج استراتيجي اللي انت بتتبعها، عشان مش عشان انا ناوي افتح زيك، بس عشان اعرف انا هشتغل وهبيع بانهي دايركشن. كان في ارتكل بيتكلم على الديزاين الرخيص، مش الرخيص اللي هو بيتعمل برخص، ولكن هو احيانا بيطلب منك ان انت لا ما تعملوش لاكجري، ما تعمليش حاجه مينيمال. ليه؟ لان انت لو عملت ده واستخدمت الدايركشن ده انا مش هبيع، الزبون بتاعي هيخاف يشتري مني. ده فعلا حصل في الشركه اللي شغالين احنا بنبيع لاكجري برودكتس بس مش جولري، فضه وحاجات كريم. فلما جيت اول مره اشتغلت في اول مره اشتغلت في ايجنسي فدخلت بقى احنا لاكجري بالظبط، يعني الكاندل باليت الجميله بتاعتك. الدكتور جات لي كانت قالت لا احنا مش بنبيع لاكجري. فلما بعدين فهمت ان هي لو اتحطت في حته لاكجري مش هتبيع لحد. يعني مثلا ممكن مثلا يجي يخش عندهم امين مثلا ولا سلطان يلم كل البرودكتس اللي في المحل ويتوكل على الله بالظبط، بس اللي يجي مثلا تحصل مثلا 1% 1 مليون. بس الطبيعي بتاعي ان انا ما ببيع مش بتارجت اللاكجري قوي. بالظبط. فهو خلي بالك دي يعني كويس ان احنا جينا بالكلام هنا، ودي حته بيسكلي مش جايه من الديزاين. انت ما بتتعلمش ده في الديزاين، يعني الديزاين برنسبلز بتاعتك بتوع تايبوجرافي كونسستنسي وكونتراست وما فيهاش دقه، بس دي حاجه جايه يعني بشكل اساسي استراتيجي. بس هو ديزاين بيزد استراتيجي قالت لك انه احنا البيرسونا بتاعنا الباير بيرسونا بتاعنا شكله عامل ازاي في 1 2 3 4، وانت بنيت له الديزاين بتاعك فيجوالي على هذا الاساس. فدي البوينت بقى ان ده استراتيجي بيزد ديزاينر عادي، مش ازمه كبيره، بس هو الربط ما بين ان انت هتبيع لمين وهتبيع له ازاي وتطلع ده فيجوال، هو ده الاستراتيجي بيزد ديزاين. في طريقه معينه يعني اوزن بيها التصميم فيجوال. دايما تيجي تتكلم، يعني دايما لما حد يسال على التصميم بقول له اوزن التصميم، فاللي هو يبعت لي كويشن مارك اعمل ايه؟ اوزن التصميم الكتله كبيره والفراغ كبير، اعمل ايه؟ فهل في قاعده معينه اقدر اوزن بيها؟ بص انا شخصيا مش قادر الاقي لها قاعده، يعني انا لو لقيتها اكيد مش هخبيها على الناس، ولكن معظم اللي بكلمهم بيقول لي اوزن بيك مثلا صفر شويه. نعم. فاقول له على اي اساس؟ فما يجاوبش. هي قايمه فبعدين اكتشفت ان هي بين اكسبيرينس الفيجن اللي انت من كتر ما بتشوف فبقيت عارف بشكل اكبر انهي اللي يشتغل مع ايه. بص لو انت حبيت تحسبها ماثماتيكلي في الماثماتكس، يعني الجيومتري والماث مش هيظبطوا معاك كل مره، خلينا متفقين. اكبر دليل على ده ان جوجل مثلا لما عملت اللوجو الاخير بتاعها اللي هو اللي كان عامله وولف اولينز ما كانش يعني جيومتريكلي، لا يا معلم ده في زوايا بايظه وفي لاينات بايظه وفي حاجات كتير. بس لما جم وقال لك بص هم لو عملوه جيومتريك صح ولو عملوه فيجوال بالانسد صح، انهي كان الافضل والاريح للعين؟ قال لك لا الفيجوال. ففي الغالب انت ممكن تعتمد على الماث كبدايه، اللي هو مثلا الديزاين عندك هتقسمه وتمشي مثلا رول اوف ثيردز. انا شخصيا برتاح فيه، اللي هو ايه، بتقسم الديزاين 3 وتسيب جاتر من ما بين الكولوم وتسيب المارجنز بتاعتك، تمام؟ بقى عندك لاي اوت واضحه اهي. تبدا بقى تقيس مثلا اللوجو يبقى كولوم والتكست بوكس يبقى 2 كولوم، العمودين و3 اعمده وعمود واحد، ممكن تعتمد عليه. ولكن انا شخصيا لو لقيت الوان كولوم كبير قوي على حجم اللوجو، يعني اللوجو عرضه تلت الديزاين تو ماتش، هيد ده كله يبدا ويمشي عادي بالفيجن. تعدي عليك السنه مثلا، ولا لو انت محظوظ تعدي عليك السنه وهتلاقي نفسك كان ممكن تتظبط او كان ممكن تعمل لها يعني سكيلينج احسن. ده حاجه صحيه جدا. ليه؟ ده معناه ان الفيجن بتاعتك اتطورت، بقيت ان انت شايف انه اللي انت عملته ده ما كانش احسن حاجه، وبتقاس بيها التطور على كده. يعني لما انت مثلا تبص اسبوعين وبعدين يا تصدق كان ممكن تتظبط احسن، اسبوعين ده معناه ان انت ماشي كده،
بسرعه جدا. ممكن برضو في برضو افكت ما تقدرش تنكره، يعني عشان مش كل الناس بقى تبص على شغلها القديم من اسبوعين وتقول يا ده تصدق فعلا، لا ما انت في بتحصل لما تيجي تعمل بورتفوليو انت احيانا ممكن تكون مبهر اصلا باللي انت بتعمله طول ما هو على الشاشه، عينك لسه شايفاه بيبرق، بس بعد ما شويه كده، عشان كده انا ما بسلمش من اول، يعني مش بسلم عمري، بسلم على الهوا، بسلم بعدين بقى اسبوع يوم يومين، خلاص عينك ارتاحت منه، البهرجه بتاعته قلت، فخلاص بقى يلا بعد سنه. فدي طريقه كويسه. انا يعني دايما كنت بقول للناس ما تبعتش التسليم خلصته في بعته الكلاينت. انت لسه برضه عندك فرصه ان انت ممكن تكون في حاجه غلط. بص اصلا كنت ان انت مثلا ممكن تكون سربعت العميل بالظبط، خلت عينك في حته مش شايفها، فانت عايز تنجز، فاللي هو في شغل كل واخطاء املائيه كتير جدا او اكتر خطا ممكن تلاقيه حاصل ليفت رايت، انه انت مش واخد بالك انه يعني هو التكست معمول له رايت الاينمنت حلو، بس مش واخد بالك انه النقطه او علامه الاستفهام الناحيه الثانيه دي برضه حاجه مش واخد بالك منها او انت بتشتغل، لازم بعدين تقول يا كان في حاجات كتير، او تحتاج بقى تراجع بقى اللي انت عملته. بالظبط، شغال حاجه زي كامباني بروفايل مثلا، الكامباني بروفايل عشان بيبقى هيفي كونتنت موجود فيه كلام كتير قوي، والديزاينرز في الغالب ما عدا الاديتوريال، يعني حتى هو شغلته ان هو بيشتغل في الورقيات والاديتوريال زي الماجازينز والنيوز بيبر والكلام ده، لو حد مش اديتوريال بيبقى زهقان وهو شغال، انا عايز اشتغل على صوت، مش عايز اشتغل على نص، مش كتل نص، دي يعني بيبقى جزئيات ثقيله شويه. لا انا خدت فتره كنت شغال في ايجنسي كوربريت، فكنت مسؤول عن جزء البروفايلز، فكان لما يجي البروفايل كان الكونتنت كريتور بعد ما خلص الديزاين كنت بقول انا سايت انجلش سايت عربي بس ما تديش في حاجه. ايوه بالظبط ما خدتش من الحاجه لان احنا كان عندنا شويه ضغط شويه، فاحنا عايزين نسلم في اسرع وقت. فكنت اقول له اوكي انا ممكن اسرع زي انت قبل يسلمك شغل، بس هتلاقي فيها كواليتي واملائيات وبتاع، فانت عايز اسلمك كواليتي اعلى من التايب اكتر. بص هو الورك فلو بتاع الايجنسي من حد للتاني او من الايجنسي للتانيه بتعرفك انت داخل على ايه، يعني الورك فلو لما يعني مثلا يبقى الاكونت مانجر ليه الابر هاند على الاب دايركتور، هو المفروض ان انت بتقول له والله بص انا من وجهه نظري الكلاينت ده بيدور على 1 2 3، وبعد كده بتعمل البريفنج، او الاكونت مانجر اللي هو عنده خلفيه، لانه الاكونت مانجر برضه في الغالب ما بيبقاش عنده فكره عن الديزاين قد كده، لو عنده باك جراوند كويسه عن الديزاين بتبقى نعمه من ربنا، لانه عارف مثلا يقول لك زود السبيسنج الليدنج بستخدم تايب فيس مختلف، بس هو عارف، مش هقول لك مش حاسه كلمه راندم قوي، عارف انت مش حاسس ان الديزاين حلو، طب ليه؟ فالموضوع من حد للتاني من الايجنسي للتاني بتختلف، وبرضه ده بيفرق في حجم الايجنسي وحجم الكلاينتس اللي هم بيشتغلوا معاهم. الورك فلو برضه موضوع طويل قوي، يعني حبينا برضه قبل كده كنا عملنا ورك شوب عن الورك فلو من اول، يعني زي ما بقول لك برضه انا شايف ان الديزاين 90% منه قايم على اللي قبل الاكسكيوشن، يعني انت بتفتح يعني لو هتقسمها ساعه او 10 دقائق بتشتغل فيهم على الالستريتور، ال 50 دقيقه الثانيه انت يا اما بتفكر يا اما بتجيب كلاينت يا اما بتعمل الدوكيومنتيشن بتاعك يا اما بتعمل بريفنج سيشن مع الكلاينت يا اما بتعمل برزنتيشن، ما لهاش اي علاقه بالاكسكيوشن، انت جبت الفكره خلاص اي حد ممكن يعملها، بس هي الفكره هي الستوري هي البرسبشن اللي انت عايز تبيعه وليه هتبيعه وازاي هتبيعه، الاكسكيوشن او الفيجوال ايدنتيتي قليله قوي نسبيا، ف وانس ان انت وصلت هنا ده زي الفل، عرفت اصلا ان ده الورك فلو وانه في طريقه مش ببعت له فايل يبعت لي فايل متجاوب على الاسئله ويلا نشتغل ونعمل برزنتيشن فهوب يا نهار ابيض ايه ده تحصل صدمه كده اللي هو مش ده خالص انا كنت فاكره. طيب ليه؟ عشان الورك فلو نفسه طريقه آلية العمل وآلية سير العمل مش دي المطلوب، وكل واحد ممكن يكون عنده الورك فلو بتاعه، يعني انا ما كنتش بقول ان دي الايديال، وكنت بقول للناس برضه ان ممكن السنه الجايه يا جماعه ممكن تلاقوني بتكلم ان انا مغير الورك فلو بتاعتي كلها اصلا شغال بطريقه ثانيه. ليه؟ اي بي تيستنج يا معلم، الاي بي تيستنج ده دي طريقه معينه كده في اليوزر اكسبيرينس ديزاين، كانوا بيعتمدوا على ايه؟ انا بقسم الناس اللي عندي تو جروبس A و B، طيب بديهم دول حل وبدي دول حل، اشوف انهي حل اللي نفع اكتر وكان اريح خلاص بعتمده، بعد كده اقسم دول تاني A B
لحد ما اوصل للحل المثالي. فهو الاي بي تيستنج انت طول الوقت بتعمله. لو اصلا فاهم كونسبت الاي بي تيستنج هيتساعد حتى على مستوى الاكونت بتاعك على السوشيال ميديا. شوف الناس اللي عاملين لك فولو هم مهتمين بايه ومش مهتمين بايه، حاجه تعجبهم وحاجه مش عاجبهم، لحد لما خلاص انت بقى عندك وعي وكامل وعارف البيرسونا اللي انت بتتكلمها عامله ازاي. في كل مره هتبي اوف البوست اللي انت تكتبه مثلا على كل حاجه في حياتك بقى، على السكيل الصغير وعلى السكيل الكبير. جميل جدا. التايب فيس او الفونت يعني دايما المشكله دايما تلاقي كل ديزاينر اختار خط على اي اساس. يعني في خط مثلا لاكجري، في خط هو مودرن، في خط سيمبل. انا بعرفهم ازاي؟ بص هو مبدئيا لازم تكون عارف الناراتيف بتاعت كل خط. يعني مثلا السيرف تايب فيس هو الاول، السيرف بانواعه بقى. يعني اصلا السيرف اللي انا بتضايق لما بلاقي الناس بتتكلم بس سيرف سان سيرف سكريبت وخلاص او هاند ريتن. طب السيرف من جواه تقسيمات، في ترانزيشنال سيرف والايجيبشن سيرف اللي هي السلاب سيرف والنويز سيرف والترانزيشنال والاولد سيرف والرومان سيرف. ده كلها تقسيمات جوه السيرف وكل واحده. وده خلي بالك لو انت مثلا بتتكلم في مودرن سيرف في هاي كونتراست وفي لو كونتراست. التايبوجرافي مبدا مهم، مبدا من مبادئ الديزاين. فانت ده كله لسه ما خرجناش، رحنا للسيرف والسان سيرف والجليفيك والهاند ريتن والسكريبت والبلاك ليتر. كل ده الناس بتتكلم برضه لسه على السطح. مجهود كويس وكتر خيرهم من اي حد بيحاول ان هو ياد فاليو، ولكن لازم تبقى عارف الناريتيف. يعني مثلا المونو سبيس فونت ده اتعمل كان بيستخدموه في الآلة الكاتبة. كانت عباره عن الزراير موجوده وهي بتضغط على الحبر، فالحبر يقوم ضارب على الورقه فيقوم ادي اول حرف وقيس على كده. طب هي ليه بالشكل ده؟ طيب انا لو جيت استخدمت مونو تايب فيس او مونو سبيس تايب فيس في 2023 ليه بقى دي تختلف؟ هل مثلا انت حابب ان انت تعمل ريليفنس ما بين البراند بتاعتك وما بين الآلة الكاتبة زمان؟ طب الآلة الكاتبة زمان كانوا مين بيستخدمها؟ المصالح الحكومية وبعض الكتاب، فانت عايز تضيف الهيريتج ده، هتستفيد منه ولا مش هتستفيد منه؟ طيب السلاب سيرف هتستفيد من ده ولا مش هتستفيد من ده؟ الكونتراست الزياده مثلا عشان هي مرتبطه اكتر باللاكجري، لما يكون في خط عارف انت في الهوريزونتال لاين والفيرتيكال لاين، في ده تخين قوي وده رفيع قوي زي زارا مثلا، لوجو البراندنج بتاع زارا، فده مثلا بيستخدموه في الفاشن اكتر. ليه؟ لانه هو لاكجري ومينيمال. فقيس على كده كل حاجه ان انت تعرف الحكايه بتاعت كل تايب فيس. يعني مثلا الجيومتريك السان سيرف اصلا اتعمل ليه بداوا يشيلوا السيرفس منه؟ عشان ده كان جيومتريك اكتر. البو هاوس سكول او انستيتيوت بتاع المانيا اللي كان بيعتمد بس كان عنده فلسفه كده التبسيط لاقصى درجه، او مش مينيماليزم قوي، بس هو كان بيعتمد على الاشكال الاساسيه، الدايره والمربع والخط او الخط المستقيم والخط المنحني بشكل اساسي. فهم عملوا فيتشوره او فاتوره، في ناس تقول كده في ناس تقول كده، فاستخدموا الخط ده كخط جيومتريك وكان ثوري وقتها. اللي هو ازاي يعملوا حاجه زي دي؟ خط ما فيهوش اي حاجه، هو فيه عباره عن يا اما ستريت لاين يا اما كيرفد لاين، والدايره بتاعته مش الدايره بتاعت السان سيرف حتى، او الدايره بتاعت السيرف اللي هي كانت بتبقى عباره عن دايره جوه شكل بيضاوي او شكلين بيضاويين جوه بعض. لا ده يعني دايره تمام بيرفكت سيركل جواها بيرفكت سيركل. فازاي نعمل حاجه زي دي وليه اتعملت؟ لو فهمت الناريتيف زائد جزء كبير برضه من اللي بيتحكم في ده هو مين بيستخدم ده. يعني مثلا كل شركات التكنولوجي بتستخدم سيرف جروتسك، خلاص تمام، يبقى ده بالنسبه لك هو لما احب استخدم حاجه ليها علاقه بالتك يبقى ده السانسر. طيب كل البراند اللكجريز بيستخدموا سيرف هاي كونتراست، خلاص يبقى ده السيرف هاي كونتراست. برضه نولج، برضه انا من وجهه نظري ان انت كديزاينر لازم تكون يعني مش هقول لك ويل اديوكيتد لان التعليم مش حاجه ليك يد فيها في الغالب، بس لازم تكون ويل كالتشر، لازم تكون عارف حاجات ابعد من الديزاين. ليه؟ انت لما بتنسباير من الشغل بس او من الديزاين بس، انت دماغك هتطلع في الغالب الحلو من ده على الحلو من ده. ودي فيلوسفي انا ما بحبهاش قوي، اللي هو انت عمال تاخد حته عجبتك من ديزاين وده مش انسبيريشن. الانسبيريشن من وجهه نظري ان هو لازم يكون
ايه الصيغه كفنان آه، ستيل لايك ان ارتست. بالظبط. انا من وجهه نظري ما قريتش كتاب للاسف، بس في كل ما اكلم حد يقول لي لا ما هو دي بتقال في الكتاب. مش عارف والله، بس حسيت ان انا حسيت ان انا ماشي صح. عارف ان لما هو الفكره زي ما انت قلت، هو الفكره انت في الوهله تحس ان هو بيقول لك ستيل لايك ارتست، ان هو انت خليك حاجه مختلفه، خليك فنان. لا بقول لك ستيل لايك ارتست لان الفنانين اللي بيعملوا موسيقى كانوا بيقولوا كده. بياخد قطع من هنا على قطع من هنا على قطع من هنا على جزء فيبص لهم. انت كده اسمه كتاب ستيل لايك ارتست بالظبط. بص انا من وجهه نظري انه انت كده انت مجرد بس بتعمل كولاج ارت، انت واخد حته من هنا على حته من هنا على حته من هنا، وده مش انسبيريشن. الانسبيريشن من وجهه نظري لازم يكون مبني على ان انت بتبص للديزاين بتحلله. ليه يستخدم التايب فيس ده؟ وليه يستخدم الكلر باليت دي؟ وليه عمل الكومبوزيشن بالشكل ده؟ ليه حط السي تي او اللي هو السي تي اي الكول تو اكشن هنا؟ وقيس على كده. ده الانسبيريشن. انت تحاول تحلل الحاجه اللي حاصله قدامك عشان تعرف ليه هي طلعت بالشكل ده وايه الاسباب. لا يعني تخيل مثلا انت شفت 100 ديزاين فبتشوف ده حلو ده حلو ده حلو، فانا خلاص عندي الديزاين بتاعي شكله اللي بعده هيبقى كذا. بس انت لو بتحلل كل يوم ديزاين واحد بالطريقه دي وبعدين تروح تقرا الحكايه بتاعتها، لا خلاص انت بالنسبه لك البيزس بتاعتك انت اللي انت تبدا تبني عليها حاجه مختلفه. زائد ان انت مش شرط ان كل مره تصلحها بس من ديزاينز. انت والكالتشر يعني هتبدا فيما بعد يجيلك افكار. الافكار دي هتجيلك على هيئه حاجات تخدمك في كونسبت تستخدمه في شغل. زي مثلا الكود بتاع سلفادور دالي بتاع feel no fear of perfection you will never reach. يعني هو ايه؟ لما كانت الدايره الغير مكتمله اللي كانت في السيركلز وعملنا الاكسكيوشن الدايره غير المكتمله دي في الغالب لو انت بتبص على شغل ديزاينرز مش هتكمل فيه. الكونسبت بتاع الدايره وفيها حته بايظه. ليه؟ لانه ده تقبل انه ده مش ده الطبيعي في الحياه. عمرك ما توصل حاجه بيرفكت و10 على 10. حاجات زي دي ما كنتش في الغالب اتعرض ليها لو انت بس 6000 فيجوال. كان بتجو بيوند. وانا كنت برضو يعني بالمناسبه يعني احاول طول الوقت انه ما يكونش عندك يعني لو انت الهوايه بتاعتك بقت مهنه حاول تلاقي نفسك مهنه تانية، هوايه تانية. هتقرا ليه بقى؟ انا من وجهه نظري انه اهم سبب في الموضوع ده انه لو انت اعتمدت ان دي هوايه فالهوايه بيسكلي تخشها وانت في المود. بس لازم تكون في مود الرسم عشان ترسم، لازم تكون في مود ان انت عايز تشتغل عشان تشتغل. لكن الشغل لا شغل ديسبلين. بالظبط ديسبلين في نظام وسيلف ديسبلين ضبط نفس عشان تقول سواء قادر او مش قادر، سواء عايز او مش عايز، سواء متحمس او مش متحمس، الشغل هيتعمل. فلا يعني ده ما ينفع هتكره هوايتك، لازم يكون عندك حاجه تانية تعتمد عليها. جميل جدا. احنا كده اتكلمنا في تقريبا في الاوفر اول كل بالظبط. بس جزء الورك ازاي اجيب كلاينتس؟ هل الشغل بتاعي هو اللي هيخليني يخلي هم اللي يجوا لي؟ بس انا لسه ببدا لسه زيرو كلاينتس. بص هي ما تعتبرش اللي انا هقوله ده ما يعتبرش اسرار ولا هاكس ومش شرط تكون شغال مع كل الناس، بس انا هقول حاجات كتير. يعني اول حل انا عارف ان انت اول حاجه بتيجي في دماغك هو ان انت تشتغل ب 3 جنيه ونص عشان ايه؟ عشان تبقى عندك بورتفوليو فتبدا تبيع على اساسه. ده مش صح. الناس فعليا ما بتحترمش اي حاجه جات لها ببلاش، ما تحاولش. يعني دي استراتيجيه غلط. بلس ان انت كده بشكل ما او باخر انت بتبوظ الماركت. ازاي انت بتعمل حاجه ب 3 جنيه هو انا بعملها ب 100 جنيه ولا بيعملها ب 1000؟ في حاجه غلط. ومش كل البيزنس اونرز عندهم الوعي انه ده لا اصله ده الفيجوال بتاعه والهيراركي يا معلم عارف هو بيعمل ايه. هو اصل الكومبوزيشنز بتاعته بص روعه ازاي عمل كومبوزيشنز كده. لا الناس بتبص للموضوع ان هو حاجه شكل حلو. برضو الاويرنس اصلا باهميه اللي انت بتعمله لسه ما بقاش فوق قوي يعني. ف بيسكلي ابعد عن الاستراتيجيه بتاعت انه لا انا هشتغل بنص نص السعر بتاعي. لا في اكونتس كتير حتى ما بقاش اكونت واحد، بس كان ضمنها اسمه غرفه المصممين ساينت شامب على تويتر. فكرته ان هو بيجيب لك بريف واضح نوعا ما للوجو تشتغل. الجائزه بتاعته بتبقى في الغالب حوالي $1500 1500 ريال على لوجو.
ولو كملت يعني لو تم اختيارك للكونسبت بتاعك الكلاينت هيكمل الايدنتيتي معاك. فممكن يعني تتكلم في $1000 لو انت لسه برضه بتشوف طريقك في دي حاجه كويسه. وبناء عليه خلاص انت كسبت، يبقى مبروك عليك اشتغلت بروجكت وخدت فلوس. طيب لو ما كسبتش مبروك عليك بروجكت بس، ولكن من كلاينت حقيقي. والحاجه اللي انت عملتها مش هتترمي في الزباله، يعني ده تدريب. ممكن عملت كونسبت ابستراكت يعني مش شرط يكون دلاله مباشره، عملت كونسبت حلو احب استخدمه فيما بعد، احطه في الدرج استخدمه فيما بعد لما يجي لك كلاينت. بس يبقى الكونسبت يعني انا احيانا بتضايق لما الاقي كونسبت مقحم. اصله يعني انت عايز تفهمني الدايره دي بتقول انه اصله العمل المستمر الدؤوب في مجرد ضرب التبانه توحي مش عارف استخدمتها دي ما تجيش خالص. في كده يعني لا ده اسمها عندك كلام كتير جدا سنه مشهور وعندها فيتشر على بيهانس بالكيلو تشتغل بالاستراتيجي عادي. اللي هو عنده عنده عدد كبير من الديزاينرز فبيديهم بريف مش بريف، اعمل لي 50 لوجو لحرف الاي بكذا شكل ونفس الموضوع ده كل الاي بي سي. فجاء حسام عايز لوجو شركه بتبدا بحرف الاي. اوكي دي كولكشن الايز فدور لي في اللوجوز بتبدا بحرف الاي وكستمايزها مش عايز اقول لك ان الشركه دي عامله يعني كبيره جدا ومعروفه جدا في مصر. واللي قال الكلام ده المدير بتاعي ان هو اتعامل معاهم ودخل جوه المطبخ بتاعهم. فانا قلت طب ما شغال. لا الشغل الكوميرشال بص انت برضه زي ما بقول لك انت هدفك ايه؟ هدفك ان انت تجيب فلوس وخلاص. لا في طرق كتير واريح على فكره. ما هي جايبه فلوس وجايبه فيتشرز. ما انا بقول لك يعني انت لو بتبص للموضوع انت عايز تجيب فلوس بس لا هتلاقي. بس انت لو بتفكر ان انت تليف هيريتج ان انت يكون عندك مثلا اركايف محترم الناس تبدا تدور فيه وتنسباير منه بعد 100 سنه من دلوقتي. لا انت بتتكلم في حاجه تانية تمام. لو انت بتدور ان انت هتسيب بصمه تبقى معلمه في دماغ الناس والحاجه دي هم حابين ومقتنعين باهميتها. الناس فيما بعد مش شغل البيع وعملنا ريبراندنج واترمى في الزباله. انت لسه لحد النهارده بتستخدمه مثلا او اللي انت عملته كان مدخل لنظريه معينه مثلا زي نظريه الجيشتالت مثلا اللي هو الفيجواليز فاليو. هو بيبص للحاجه الماديه الحاجه المعنويه بيحاول يعمل لها فيجواليزيشن مثلا. فانت بتعمل ده عشان فلوس بس؟ لا في اسهل طرق طبعا يا معلم. كل يوم امسك لك ايكون اعمل لها فيجواليزيشن باكسبريشن مختلف. اصل ده فيمينين وده ماسكلين، اصل ده كلاسيك وده مودرن عادي. يعني في انفوجراف كان ماسك طائر وماشي ب 12 صفه تقريبا جنب بعض وعامل نفس الطائر وطلع له 12 لون. طب ماشي لو انت عايز تعمل ده جو فور على فكره ده اسهل واريح لك بكتير ان انت تتعلم استراتيجي وتفهم بزنس وتفهم ماركتنج وتحاول انت ممكن اصلا تفهم المجال اللي انت الاندستري اللي انت هتشتغل معاه عشان تقدر تطلع لها احسن حل. تسمع الاستوديو من اول هل ده تعبه العقلي قد اللي جات له الايكون فبيقوم عامل فيجواليزيشن خلصت؟ ما اعتقدش. ممكن اصلا تكون تكتفي بدورك كارت دايركتور بس والباقي شغال ديليجيشن. يعني انت خلاص فهمت كويس ومعاك الكلاينت دفع ديبوزيت، تعالى بقى مين اشطر واحد في الايكونز؟ تمام هجيب فلان. طب تمام نديله البريفنج ونشتغل معاه. مين اشطر واحد في تايبوجرافي؟ فلان. خلاص نديله البريف ونشتغل معاه. هي مايند سيت. انت ممكن تكون بتبص على الشورت تيرم ممكن تبص على اللونج تيرم من حد للتاني بتختلف ومش تعليمك ولا الكالتشر بتاعتك بس طريقه تفكير الناس ما تقدرش تحكم عليها وتقول ان ده الصح وده الغلط. كل واحد عقله هو بالنسبه له صح يعني فاهم. فلا يعني ما تقدرش تقول ان في طريقه ايديال دي هي الرود ماب لكل الناس تمشي صح. ما ينفعش. بس يعني انا مش عارف اقول لك انا مبسوط جدا. ربنا يخليك. انا سعدت يعني انا عاجبك. شكرا والله. ربنا يخليك. العفو عليك. شكرا جدا. شكرا للباشمهندس والله يعني شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك. شرفت اكتر طبعا.